السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حبايبي الحلوين طلاب ثالثه ثانوي. النهارده عندنا يا فندم ان شاء الله المحاضره الثانيه في الحل الخامسه في المنهج، الثانيه في الحل الخامسه في المنهج. يا مستر انت بتعمل محاضرات صغيره ليه؟ ده تقسيمتي للمنهج ليك يا فندم عشان خاطر تعيش جو السنتر بالكامل، تعيش جو السنتر بالكامل. وطبعا يا فندم ده بيديك يا فندم مرونه اكتر، انت تعرف تقسم منهجك، ان انت ما تراكمش، ان انت ما تحسش بملل وانت بتتفرج على المحاضره ان شاء الله يا فندم. وده باذنك انت يا رب يا فندم دي المحاضره الثانيه في الحل الخامسه في المنهج. يبقى انت يا فندم نزل لك 3 محاضرات شرح، محاضرتين حل. وطبعا زي ما انت خدت بالك المحاضرات كلها نفس الوقت تقريبا، نفس الرينج تقريبا. هو ده السيستم بتاعنا، هو ده اسلوبنا. المفروض يا فندم كل الحصص تمشي بنفس المقاس، لان يا دكتور ما فيش حصه نزود فيها او محاضره نزود فيها ومحاضره نقلل فيها. لازم كل المحاضرات انت ماشي بنفس الميزان طول السنه باذنك انت رب. طبعا النهارده يا فندم هنبدا منين؟ هنبدا من اول نقطه رقم 26. احنا كنا واقفين عند نقطه 25. النهارده هنتكلم عن نقطه كام بدايه من النقطه كام يا فندم؟ 26 بالنسبه لك. تعالى يا دكتور اهو. اول نقطه بيقول لك ايه يا دكتور بقى بالنسبه لك؟ بيقول لي يا مستر كالاتي: ما الايون الاقل استقرارا من الايونات الاتيه؟ يعني مين اقل استقرار من الايونات الاتيه؟ طبعا احنا عارفين ان حالات الاستقرار، نفكر نفسها تاني، حالات الاستقرار يا مستر 3D5 3D10 3D مين 0. طب حلو قوي الكلام ده. طب يا مستر ما الايون اقل استقرار في الايونات الاتيه؟ لقيت يا مستر ايه؟ لقيت ده يا مستر 3D10، لان طبعا الخرسين 30، والخرسين لما يكون 30 يعني 4s2 3D10 طبعا معاهم مين؟ ارجون. يا جماعه انتوا خلاص انتوا عرفتوا في السلسله الاولى دايما بيبقى ايه؟ الارجون معايا، عشان بس يبقى الكلام واضح. فبالتالي يا مستر لما يكون زد ان موجب 2 هيطلع 2 يتبقى له مين؟ 3D10، يعني حاله اكثر استقرارا. طب تعالى هنا منجنيز موجب 2 يا مستر، تعال يقول لك منجنيز موجب 2 3D كام 5، لان هو اصلا يا مستر كان 4s2 لما يطلع 2 يتبقى له مين؟ 3D5. طب تيتانيوم موجب 2، يقول لك تيتانيوم موجب 2 هو اصلا 4s2 3D2 طلع الاثنين اتبقى له كام؟ 3D2. طب نحاس موجب 2 يا مستر 4s2 3D كام 9، وقلت لك مفيش لا دي 9 ولا دي 4. نعمل ايه؟ كنا بناخد واحد من اس يا مستر نحطه فين؟ نحطه في الدي. يبقى 4s1 دي 10، فلما اطلع 2 هطلع واحد من ده واطلع واحد من ده، اتبقى له كام مستر؟ اتبقى له 3D 9. حلو الكلام. فلما اجي اقول لك يا مستر مين اكثر استقرار؟ الباشا مستقر والباشا مستقر. طب مين اقل استقرار؟ المفترض يا مستر ده مش حاله استقرار والمفترض ده مش حاله استقرار، بس برضه اختار مين؟ انا عاوز الاقل استقرارا. قلت لك يا فندم او هقول لك هو دايما خدها قاعده، الراجل بيشتغل على كتاب المدرسه 100%. ما انت عندك قاعده تقول لك ايه؟ ان النحاس الثنائي اكثر استقرارا، على الرغم ان هو اصلا لا هو دي 10 ولا هو دي 5 ولا هو دي 0. اوتوماتيك يعني ايه يا مستر؟ يعني اصلا النحاس موجب 2 من حاجات الاكثر استقرارا. وزي ما فسرنا ليه يا فندم؟ لان طاقه اماهه النحاس موجب 2 اعلى من طاقه اماهه النحاس موجب 1، على الرغم ان النحاس موجب 1 كان دي 10 والنحاس موجب 2 دي 9، الا ان النحاس موجب 2 لهذا السبب يقول لك يا فندم بالنسبه لك اكثر استقرارا من النحاس موجب 1. وعشان كده يا دكتور بالنسبه لك الكلام ده يا مستر اكثر استقرارا. يبقى مين اقل استقرار يا مستر؟ اكيد الباشا، لان انت اصلا ما خدتش ان التيتانيوم موجب 2 اكثر استقرار. انت عارف ان الاكثر استقرار في التيتانيوم هو التيتانيوم موجب كام؟ 4. يبقى يا مستر ليه جاب النحاس بالذات؟ عشان الطالب اللي مش عارف معلومه ان النحاس الثنائي اكثر استقرارا من النحاس الاحادي، طبعا يا فندم يبقى هنا متشتت ما بين نحاس موجب 2 والتيتانيوم موجب 2، ولكن مفيش تشتيت. ليه؟ لان احنا عندنا مبدا ان النحاس موجب 2 هو الاكثر استقرارا من ايه يا فندم؟ من نحاس موجب 1. يبقى ده فعلا مستقر وده مستقر وده مستقر، يبقى ده الوحيد اللي ما اتكلموش عليه ان هو مستقر. يبقى اذا يا فندم لان اصلا مش واصل لاقصى حاله استقرار، لا هو واصل لدي 5 ولا هو واصل لدي 10 ولا هو واصل لدي 0، فعشان كده الاقل استقرارا بالنسبه لك. تعالى يا فندم النقطه اللي بعدها، نقطه كام؟ 27. بيقول لك ايه؟ اي زوج من عناصر الاتيه يظهران حالات تاكسد متطابقه في مركباتهم، متطابقه في مركباتهم الاكثر استقرارا. يعني ايه يا مستر؟ يعني عاوز يا مستر بالنسبه لك مين العناصر اللي بتكون حالات تاكسدهم المتطابقه اكثر استقرارا بالنسبه لك يا فندم في مركباتهم. تعالى كده لما اجي اقول لك يا مستر ايه رايك في التيتانيوم والفاناديوم؟ والله التيتانيوم موجب 4 هو الاكثر استقرار، والفاناديوم موجب 5 هو الاكثر استقرار. خدها قاعده بقى، خدها. تعالى بس تعالى كده. الاسكانديوم موجب 3، التيتانيوم موجب 4، الفاناديوم موجب 5، الكروم موجب كام؟ 6، المنجنيز الوحيد اللي عنده كام حاله؟ حالتين، يا اما موجب 2 يا اما موجب 7. ويعني قصدي كام مستر؟ يعني اول 5 عناصر اقصى حاله تاكسد ليهم
هي دي يا فندم بالنسبه لهم حاله اكثر استقرارا. وضيف لي للمنجنيز اللي هو المنجنيز موجب كام؟ 2. اذا يا مستر اكيد ده يا مستر كده بالنسبه لك 4 و5 يبقى مش زي بعض، مش متطابقين. طب تعال، الكرومو منجنيز ده موجب 6 وده موجب 2 او حتى موجب 7، فبرضه غلط. انا يا مستر عاوز حالات متطابقه. عاوز حالات ايه يا فندم؟ متطابقه. طب تعال، المنجنيز يا مستر والحديد، يقول لك يا مستر المنجنيز بالنسبه لك موجب 2 وكام؟ وموجب 7. طب الحديد موجب 3، برضه غلط. طب التيتانيوم موجب 4، وعلى فكره الكوبالت موجب 4. التيتانيوم هيصل ل 3 دي 0، اما الكوبالت هيصل ل 3 دي 5، ودي حاله مستقره ودي حاله مستقره، وعندهم حالات تاكسد متطابقه. فاذا الاجابه رقم د بالنسبه لك. الاجابه كام؟ رقم د بالنسبه لك. 28. اي العبارات يا مستر الاتيه يا فندم صحيحه بالنسبه لايونات المنجنيز؟ ايه اللي ممكن يكون صح في العبارات الاتيه؟ تعال نفسر عباره. تعال، يقول لك ايه؟ ام ان موجب 2 يا مستر اقل استقرارا من ام ان موجب 3. يبقى هو اي العبارات الاتيه صحيحه. انا عاوز العباره الصحيحه مين؟ ام ان موجب 2 اقل استقرارا. طب ازاي؟ اذا كانت دوت 3 دي 5 ودوت يا مستر 3 دي 4، يبقى ازاي يا مستر ده اقل استقرارا؟ اكيد الكلام مش مظبوط. طب تعالى، طب ام ان موجب 2 اكثر، ما هو اذا كان اقل غلط يبقى اكيد الاكثر هي اللي ايه؟ صح. فاكيد الاجابه رقم ب عباره صحيحه. طب تعالى برضه غير برضه. تعالى شوف ج. يسهل اكسده موجب 2 اللي هو 3 دي 5 الى 3 دي 4. قلت لك لو انت بتبعد عن حاله استقرار دي 0 او دي 5 او دي 10 دي حاجه صعبه. اي بعد عنها دي حاجه صعبه، لكن اي حاجه توصلك ليهم بتكون حاجه سهله. فاذا يا مستر يسهل دي غلط، يصعب. فتعالى، يصعب اختزال ده لده. يقول لك بص، ام ان موجب 3 3 دي 4، هل يصعب ان انا اوصله ل 3 دي 5؟ لا جدا، ده سهل قوي. فكلمه يصعب غلط، المفروض كان يسهل وليس ايه؟ يصعب بالنسبه لك. يبقى العباره صحيحه رقم كام؟ رقم ب. سؤال 29 بيقول لك ايه؟ اي هذه التفاعلات يا مستر يسهل حدوثها في الظروف العاديه؟ نفس الفكره، نفس السؤال بنفس الطريقه بالظبط. يا مستر كوبالت موجب 4، خلي بالك السهم جاي فين؟ جاي يا فندم بالنسبه لك من يمين للشمال، لان احنا متعودين دايما ان السهم بتاع المعادله من الشمال لمين؟ ليمين. فخلي بالك الكوبالت موجب 4 3 دي 5، الكوبالت موجب 3 يا مستر بالنسبه لك 3 دي 6. هل ده يا مستر بالنسبه لك يسهل ده؟ ازاي وانت بتخرج من حاله استقرار؟ فاكيد ما يسهلش، اكيد صعب جدا. طب تعالى هنا 3 دي 5 الحديد موجب 3، طب دوت 3 دي 6، هل يسهل الخروج من حاله استقرار؟ برضه لا طبعا. طب يا مستر تيتانيوم موجب 3 3 دي 1، تيتانيوم موجب 4 3 دي 0، هل يسهل الوصول لحاله استقرار؟ جدا جدا جدا. وبالتالي الاجابه رقم ج. يا مستر كده يا باشا، طالما انت هتصل لحاله استقرار الموضوع منهي بالنسبه لك. اكيد يا فندم العمليه بتكون سهله وسهله جدا كمان. طب تعالى هنا زد ان موجب 2، هو اصلا معلش لا انا اسف مش اصلا هشتغلها، لان اصلا ما فيش حاجه في حياتنا اسمها زد ان موجب 3. ما فيش حاجه في حياتك اسمها زد ان موجب 3. فطبعا يا فندم انا بالنسبه لي مش هاخد يا فندم مين؟ زد ان موجب 3 نهائي. طب تعالى يا دكتور، سؤال رقم كام؟ 30 بيقول لك ايه؟ اي العمليات يا فندم الاتيه اكثر صعوبه في حدوثها؟ كلمه اكثر صعوبه يا مستر يبقى انا بخرج من حاله استقرار، بخرج اكثر صعوبه، بخرج من حاله استقرار. والله وانا مغمض كده الاجابه رقم الف. ليه يا مستر؟ ما هو يا فندم انا اصلا صعب جدا اخد دوت. يا فندم ما فيش حاجه في حياتك اسمها زد ان موجب 3، لكن في حاجه في حياتك اسمها الباشا دوت، وفي حاجه في حياتك كده، وفي حاجه في حياتك كده، لكن ده ما خدناهوش في المنهج. اذا ده اكثر ايه؟ صعوبه. الموضوع سهل. يبقى عندك يا فندم انت عندك في عناصر لها حالات تاكسد ما ينفعش تتخطاها. واحد يا فندم اسكنديوم موجب 3، ما فيش اصلا اسكنديوم موجب 2 ولا اسكنديوم موجب 4 ولا اي اسكنديوم تاني غير موجب كام؟ 3. الخرسين ما فيش غير مين؟ زد ان موجب 2. عندك يا فندم النحاس ما فيش غير نحاس موجب 1 ونحاس موجب 2. عندك يا فندم الكوبالت عندك 2 و3 و4. النيكل 2 و3 و4. عندك الحديد 2 و3. وكتاب الوزاره كتب 6. كتاب الوزاره كتب ايه؟ 6 يا فندم، على الرغم زي ما قلت قبل كده ما جابش سيره مركب ياخد حديد فيه حاله تاكسد موجب كام؟ 6 بالنسبه لك. فعشان كده برضه يا فندم الحديد اخرك 2 و3 وكام؟ و6. وزي ما قلت لك قبل كده لما تلاقي نفسك مش عارف تحل السؤال فكر في مين؟ فكر في الحديد، فكر في الحديد زي ما هنشوف النهارده باذنك انت رب، زي ما هنشوف النهارده باذنك انت رب. تعالى بقى عندك مين كده يا فندم؟ ادي يا فندم الحديد، عندك المنجنيز 2 و4 و6 و7، 2 و4 و6 وكام؟
و7 يا مستر بالنسبه لك. عندك مين تاني؟ عندك الفاناديوم 2 و3 و4 و6. 2 و3 و4 وكام؟ و6 تاني. يبقى احنا عرفنا اهو المنجنيز عندك 2 و3 و4 و6 و7. المنجنيز 2 و3 و4 و6 و7. الكروم 2 و3 و6. الفاناديوم 2 و3 و4 وكام؟ و6. اما مستر بالنسبه لك التيتانيوم 2 و3 و4. اما مستر سكاندوم انت عندك هي حاله واحده 3 بس. طب مستر احفظ كل الكلام ده، احفظ لي اقصى حالات تاكسد، واحفظ لي النحاس، واحفظ لي الخرسين يا فندم بالنسبه لك والسكاندوم. اما يا دكتور لو انت عطلت، طب لو انا مستر عطلت يا مستر، ارجع لورق المفاهيم هتلاقي الجدول ده. هو ده الجدول اللي انت هتلاقيه في ورق المفاهيم يا فندم. ده الجدول اللي انت هتلاقيه، ارجع للجدول ده. لو انت يا فندم عطلت ارجع للجدول ده اللي بقول لك عليه اهو. الاسكانديوم 3، التيتانيوم 2 3 كام؟ 4، عندك الفاناديوم 2 3 4 5، الكروم 2 3 6، المنجنيز 2 3 4 6 كام؟ 7. عندك يا فندم بالنسبه لك عندك الحديد 2 3 6، عندك الكوبالت 2 3 4، النيكا نفس الكلام وهكذا. لاحظ بقى حاجه، اسكانديوم كان مركب واحد عشان حاله تاكسد واحده، 3 حالات 3 مركبات، 4 حالات 4 مركبات، 3 حالات 3 مركبات، 5 حالات 5 مركبات. 2 3 6 جاب لك على الاثنين والثلاثه، ما جابش على مين؟ ما جابش على السته. اشمعنى؟ لان هو عارف ان الحديد موجب 6 يا دكتور لا نحصل عليه بالتفاعلات الكيميائيه العاديه، وده مركب او ده ايون بيوجد في حاجه اسمها الكومبلكسات، المركبات المعقده زي المركبات الدوائيه. فعشان كده يا فندم بالنسبه لك 2 3 6 انا كتبت 2 3 بس لانه اصلا كتاب المدرسه ما جابش احتمال على السته. ولكن خدها قاعده، لما تيجي تحل سؤال وتلاقي نفسك مش عارف تحل سؤال، لان اكتر كتاب اهتم بحاله التاكسد 6 هو كان كتاب الايزو. فانت يا دكتور مش عارف تحل سؤال في كتاب الايزو في التوزيعات الالكترونيه، ابوس ايدك فكر في الحديد 6، فكر في الحديد 6 عشان يبقى الكلام بالنسبه لك مظبوط يا دكتور. فالحته دي اهي، بص الكوبل 3 حالات 3 مركبات، النيكل 3 حالات 3 مركبات، النحاس حالتين مركبين، الخرسين حاله مركب واحد. بصوا جدول الاطلاع عشان ده بيتحط يا فندم فين؟ في مذكره المفاهيم. ده جدول كتاب مدرسه، جدول كتاب مدرسه بالنسبه لك. يبقى وخلي بالك بص اهو اللقطه فين؟ اللقطه على السته، مفيش مركب هنا. ده دليل ان صعب جدا نحصل على مركبات الحديد في صوره ايون الحديد موجب كام؟ 6 بالنسبه لك. يا رب الكلام يكون مفهوم يا فندم. تعالى يا دكتور ارجع تاني. يبقى مستر مين بقى الاكثر صعوبه بالنسبه لك؟ اكيد خلاص الخرسين موجب كام؟ 3، فالاجابه رقم كام؟ الف بالنسبه لك 31. العنصر اكس من العناصر يا فندم السلسله الانتقاليه الاولى، ويصعب اختزاله من اكس موجب 3 الى اكس موجب 2. يصعب اختزاله من اكس موجب 3 لاكس موجب 2 في الظروف المعتاده. فان العنصر مين؟ والله واحده واحده كده. بيقول لك ايه؟ يصعب، يعني صعب احوله من موجب 3 لموجب 2. طب تعال نشوف كده، هو حديد موجب 3 بيبقى ايه؟ بيبقى 3 دي 5. طب حديد موجب 2 3 دي 6. هل يصعب تحويل 5 ل 6؟ جدا جدا جدا، لانك انت بتخرج من حاله استقرار. خلصت الموضوع، خلص الموضوع، خلص بالنسبه لك. طب تعالى هنا يا مستر، يقول لك منجنيز موجب 3 3 دي 4، منجنيز موجب 2 3 دي 5. يسهل. طب النيكل يا مستر بالنسبه لك حاله تاكسد 3 بيبقى مستر 3 دي طلع 2 طلع 1 من نيكل، يبقى 3 دي كام؟ 7. لما احولها مستر لمين؟ لموجب 2 3 دي 8. عادي جدا، شبيك له بيك، سهل جدا مفيش مشكله. الكوبالت يا مستر 3 دي 3، او يا مستر اللي هو حاله تاكسد موجب 3، شيل الثلاثه يا مستر يبقى عندك 3 دي كام؟ 6، لان هطلع 2 من اس 1 من الدي 6. عاوز احول موجب 2 يا مستر يبقى 3 دي 7 برضه عادي سهل. لكن الصعب جدا ان نخرج من حاله استقرار، فعشان كده يصعب، فعشان كان الاجابه رقم الف بالنسبه لك. مين بقى اللي هيكتب التوزيعات الالكترونيه بالمنظر ده؟ اللي سمع الكلام بتاع اول محاضره اللي قلت لك فيه اهم حاجه يا دكتور في الحل انك تستمع لكلام المدرس بتاعك، لانه عارف ان الحاجات اللي بيجي عليها اسئله كتير. التوزيعات الالكترونيه، التوزيعات الالكترونيه، التوزيعات الالكترونيه. طب تعالى كده، تعالى لو احنا لخصنا كل الليله بتاعتنا، كل الليله بتاعتنا كده في اللي احنا خدناه كله، اهم 3 باراجرافات. التوزيعات الالكترونيه لعناصر الفئه يا فندم بالنسبه لك دي رقم 2 يا فندم بالنسبه لك. عندك كمان جهد التأين، عندك حالات التأكسد. ايه اللي بيخدم عليهم؟ الاستخدامات.
واخدناش حاجه، احنا لسه ما خدناش حاجه يا دكتور، فانت لسه الدنيا سهله. ومثلا اصلا رقمت يا نهار اسود اختي، رقمت ايه؟ هو انت لحقت رقمت يا نجم؟ ما لسه يا فندم، لسه يا فندم، كلمه المراكمه دي مش دلوقتي خالص. وبعدين المراكمه بتقول لي رقمت باب، رقمت بابين، ورغم ذلك برضه عندك فرصه لو انت عاوز تلحق نفسك. انت عندك يا فندم، احنا بقالنا اسبوع بناخد ايه حل، فانت يا دكتور بالنسبه لك عندك فرصه جيده جدا جدا تلم كل وراك، تلم كل وراك، لان مفيش جديد، انت كل اللي بتذاكره قديم وبتحل لسه على القديم بالنسبه لك. ما تراكمش ما تراكمش ما تراكمش. اساس فشلك في الثانويه العامه المراكمه، وانك تشغل المستر على 2 اكس و1.5 اكس. عيب عيب، شغلنا على الاكس بس. انا بحاول والله العظيم اتكلم بالريتم الطبيعي جدا عشان حاجه واحده، انت ما تملش والوقت المحاضره ايه ما يطولش، فعشان كده ما تشغلنيش على 2 اكس ولا 1.5 اكس يا علا يا علا. انت اخرك معايا 1 اكس يا علا، 1 اكس ماشي. لما نشوف، ربنا يهديكم يا رب، ربنا يهديكم. 32 بيقول لك ايه؟ عنصر انتقالي يا فندم يستخدم في عمليه هدرجه الزيوت. قبل ما تكمل يا مستر، ده كده مين؟ النيكل. يكون التركيب الالكتروني لايونه ام موجب 3. لحظه هتعب قلبي ليه؟ النيكل 28 يا دكتور، ارجون كام؟ 18. عندك مين؟ 4 اس 2. عندك مين؟ 3 دي كام؟ 8. حلو الكلام، 3 دي 8 يا مستر. طب السؤال الثاني بيقول لك ايه؟ انا عاوز يا مستر نيكل موجب 3، هيطلع 2 ويطلع 1، قلبت مين؟ قلبت ارجون 18 يا فندم. 3 دي كام؟ 7. طب مستر مين بقى 3 دي 7 هنا؟ خلاص الاجابه خلاص رقم الف. سؤال سهل جدا ما فيهوش اي مشكله. تعالى 33 بيقول لك ايه؟ عنصران اكس وواي. وخلي بالك على فكره يا دكتور، احنا ماشيين ترتيب اسئله كتاب خارجي بالكامل، ما بننقيش اسئله، ولو في سؤال غلط هقول غلط، ولو في سؤال مش مظبوط هقول مش مظبوط، ولا يهمني. عشان كده واضح، بس احنا ما بنناقيش اسئله، احنا واخدين ترتيب. عشان كده اللي معاه كتاب الايزو يا دكتور بالنسبه لك هيلاقي احنا ماشيين بالترتيب كاملا. امين. 33 بيقول لك ايه؟ بيقول لك يا فندم في 33 عنصران اكس وواي من عناصر السلسله الانتقاليه الاولى. ماشي حلو. الايون الثلاثي الكل منهما يحتوي على نفس العدد من الالكترونات المفرده، فانه عند صهر العنصرين معا تتكون سبيكه صادم فيه. لحظه بقى، بيقول لك اكس وواي من عناصر السلسله الانتقاليه الاولى. حلو، يعني سكانديوم، تيتانيوم، فاناديوم، كروم، منجنيز، حديد، كوبالت، نيكل، نحاس، خرسين. ماشي. الايون الثلاثي الكل منهما يحتوي على نفس العدد من الالكترونات المفرده. حلو. فلما تصهروا مع بعض يعملوا سبيكه ايه؟ طب ما تمشي على الاختيارات. يعني ايه؟ خطوط السكك الحديديه يا فندم بتتكلم في ايه؟ بتتكلم في حديد ومنجنيز. طب تعالى كده، هو انا يا مستر بالنسبه لك لو جبت لك حديد موجب 3 3 دي 5، ولو جبت لك منجنيز يا مستر موجب 3 3 دي 4، هل كل واحد يحتوي على نفس المفرد؟ ده عنده 5 وده عنده 4، فدي اول واحده غلط. تعالى به ملفات التسخين. مين دوت يا مستر؟ ده النيكل. ومين يا فندم؟ والكروم. طب تعالى كده، النيكل يا مستر لما اقول لك موجب 3 طلع 2 طلع 1 يتبقى كام؟ 3 دي 7. عنده كام مفرد؟ 3 مفرد. اما الكروم موجب 3 طلع 2 طلع 1 من اس و2 من الدي، لانه طبعا حاله ايه؟ شاذه، حاله شاذه. يبقى يا مستر هيتبقى مين؟ هيتبقى 3 دي 3. يبقى عنده برضه 3 ايه؟ مفرد. خلاص الاجابه رقم ب، ومش هكمل. ليه؟ لان خلاص انت مطلعها بايدك، اللي يحل بايده ما يغلبش، اللي يحل بايده ما يغلبش. انت مطلعها بايدك ومشيت اختر. طب مستر طب معلش جربناها دي برضه، حقك على عيني. لما اقول لك بنادي زنبركات سيارات بناديوم زائد حديد، طب مستر البناديوم لما اقول لك موجب 3 طلع 2 من اس 1 من الدي، يعني 3 دي 2. عنده كام مفرد؟ 2. طب مستر لما اقول لك حديد هقول لك الحديد موجب 3 3 دي كام؟ 5. عنده كام مفرد؟ عنده 5. طبعا غلط. خلاص يا فندم والله الاجابه رقم مين؟ رقم يا فندم بالنسبه لك ب ملفات التسخين، ان هو النيكل والايه؟ والكروم بالنسبه لك. 34 بيقول لك الراجل ده باستخدام المعادله يا فندم التاليه: 3 اف اي 2 يا مستر بالنسبه لك او 3 زائد 2 في او يديني 6 اف او زائد اكس، وهو طبعا ما اعرفش الاكس ده مين. حلو. فان التغير في عدد الاوربيتالات النصف ممتلئه لايون الحديد وايون الفاناديوم على الترتيب يحصل لهم ايه؟ طب ما انا الاول عاوز اعرف هم هنا كان فيهم كام اوربيتال نصف ممتلئ عشان اعرف هنا حصل لهم ايه. طب واحده واحده كده. لما اقول لك ده مين هقول لك موجب 3. طب اقول لك ده مين هقول لك موجب 2. طب الحديد موجب 3، خلاص انت عارف ان هو عنده 5 اوربيتال نصف ممتلئ. حلو قوي الكلام دوت. يعني هو يا مستر عنده كده ايه؟
5 اوربيتال نصف ايه ممتلئ بالنسبه لك. حلو. طب يا مستر فاناديوم موجب 2 طلع 2 اتبقى له 3 دي 3، يعني عنده يا مستر عنده يا فندم الباشا دوت عنده 3 اوربيتالات مين نصف ممتلئ. امين اهو عنده يا مستر 3 ايه اوربيتالات مين نصف ممتلئ اهو يا فندم. تعالى اهو. حلو الكلام. طب ايه اللي حصل له من الناحيه الثانيه؟ الحديد سهل ليه؟ لان موجود موجب 3 بقى موجب كام؟ 2، وانت عارف كويس قوي ان موجب 2 يعني 3 دي 6، و3 دي 6 يعني عنده 4 اوربيتال نصف ممتلئ. جت مين يا مستر؟ تعالى اقول لك جت مين يا نجم النجوم. ما انت لو انت وزعت في الدي 6 الكترونات ادي 1 2 3 4 5 طبقا لقاعده هون، يبقى عنده يا مستر مين؟ 4 مفرد. اذا الحديد كان عنده 5 نص ممتلئ بقى عنده 4 نص ممتلئ، اذا الحديد قل بمقدار 1، فالاجابه يا اما الف يا اما ج. حلو حلو الكلام. ويجي هنا بقى دور الفهلوي، الدور بقى اللي بيفهم قوي كيمياء. طب افهم يا مستر انا بحب امشي واحده واحده، همشيك الاثنين والله يا حبيبي. تعالى بس اهو همشيك الاثنين. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ يعني مثلا ما اجي اقول لك يا دكتور ايه؟ انا ممكن اكون فهلاوي ازاي؟ مش انت عندك الحديد من موجب 3 لموجب 2؟ يعني حصل له عمليه ايه؟ حصل له عمليه اختزال. حلو. اوتوماتيك يبقى الفاناديوم لازم الفاناديوم يحصل له عمليه اكسده. حلو جدا. يعني لازم الموجب 2 يزيد، يبقى موجب 3 موجب 4 موجب 5 المهم يزيد. طب تخيل كده الفاناديوم موجب 2 3 دي 3. طب لعك لو انت حاله التاكسس زادت مش هيفقد اكتر؟ هيفقد اكتر. فقد 1 بقى 3 دي 2، فقد 2 بقى 3 دي 1، فقد الثلاثه بقى 3 دي 0. ايه اللي بيحصل للاوربيتالات النص ممتلئه؟ تخيل كده انا عندي ايه؟ ادي 1 2 3، عندي بقى يا فندم واحد ايه؟ اتشال 3 دي 2. ايه اللي حصل؟ نص ممتلئ بيقل. طب واحده مستر بالنسبه لك اتشال كمان بيقل، واحد كان بيتشال كمان بيقل. لو انا بختار بقى كده فهلوه لازم يا مستر يقل بمقدار 3، ما ينفعش يزداد. يبقى انا كمني عرفت الحديد فانت عرفت تطبق مين؟ الف. طب يا مستر افرض انا اسف يعني افرض يقل بمقدار 3 افرض دي كده يقل ولكن بمقدار 2، انا هعرف منين؟ هنا بقى اللي انا بقول لك لازم تكون راسي على السؤال، لازم تكون فاهم السؤال، لازم تكون عارف انت بتحل ازاي. هنا يجي دور انك فاهم اكسده واختزال. بمعنى فاكر اللي احنا شرحناه في الكورس التاسيسي ازاي تعد الالكترونات اللي بتتحرك بين المواد المتفاعله؟ مش فاكر؟ عندك على اليوتيوب يالا ولا عندك على اليوتيوب؟ عندك على اليوتيوب يا حبيبي، روح اتفرج عليه يا حبيب قلبي يا دكتور، روح اتفرج عليه. ما ينفعش حضرتك لما اقول لك في كورس تاسيسي تقوم سايبه كده يا فندم. اكيد انا هشرح فيه الحاجات اللي هتخليك تعرف تمشي في المنهج زي الفل. روح اتفرج عليه يا ولا يا ولا يا ولا يا حبيب قلب ابوك. تعال يا حبيب قلب المستر، تعالى روح يا حبيب قلبي، روح ذاكر يا فندم الكورس التاسيسي فيه كل الكلام دوت. تعالى يا مستر يعني فكرنا يا مستر، ماشي تعالى يا حبيبي. لما اقول لك يا فندم هو الحديد دوت اهو بالنسبه لك عشان يتحول من موجب 3 لموجب 2 اكتسب كام الكترون؟ كل ذره حديد اكتسبت 1 الكترون. حلو قوي الكلام ده. طب انت عندك كام ذره حديد؟ انت عندك 3 في 2 ب6 ذرات حديد. كل ذره فقدت الكترون يبقى 6 يفقدوا كام؟ يبقى السته على بعضهم فقدوا يا مستر 6 الكترونات. حلو. طب يا مستر اسف اكتسبوا 6 ايه؟ الكترونات. طب يا مستر حديد 6 ذرات اكتسبت 6 الكترونات، يبقى لازم اجيب لها ماده تديها مين؟ 6 الكترونات، لان الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من العدم. طب تعال، هل الفاناديوم ده اللي هو موجب 2 عشان يديني 6 الكترونات؟ لحظه بقى، الفاناديوم موجب 2 زي ما انت عارف وانا عارف 3 دي 3. طب عشان يديني 6 لازم كل ذره فاناديوم تفقد كام الكترون؟ 3 الكترونات. طب يا مستر لو الفاناديوم فقد 3 الكترونات هيتحول لمين؟ ل 3 دي 0. حلو قوي. مين اللي عندك في الفاناديوم 3 دي 0؟ اللي هو مين؟ اللي هو الفاناديوم موجب 5. فاناديوم مين؟ موجب 5. طب تعالى لي بقى يا فندم، لما يكون فاناديوم موجب 5 يا مستر 3 دي 0 يبقى فقط 3 الكترونات. وانت عندك كام ذره فاناديوم؟ 2. 2 في 3 ب 6، يبقى غصب عنك لازم يكون دوت خماسي التكافؤ.
V2O5 خماسي مين؟ التكافؤ. يبقى عرفت ليه ما كانش ينفع يقول لك يقل بمقدار 2، فبرضه غصب عنك لازم يقل بمقدار 3 بالنسبه لك. يبقى الفاناديوم موجب 2 لما يتحول لفاناديوم موجب 5 انت كده فقدت يا مستر لكل ذره فاناديوم او لكل ايون فاناديوم 3 الكترونات. انت عندك كام فاناديومايه؟ عندك 2، يبقى انت فقدت 6 الكترونات بالنسبه لك. وهو ده انت كده وزنت المعادله الكترونيا، وده اللي يعرفك انت بتتكلم صح، لان خاف عليك بدل ما يقول لك يزداد ويقل، لا ممكن يقول لك يقل برضه، بس يقل بمقدار 2 ولا 1 ولا 3؟ لا 3، لان كل ايون فاناديوم هيفقد 3 عشان يديني 6 الكترونات للاثنين ايون ايه؟ فاناديوم بالنسبه لك. حلو قوي السؤال ده، وسؤال جميل وافتكرنا منه حاجات تأسيسية مهمة قوي. وده بقى يا فندم جوهر أسئلة الأيزو. الأيزو كتاب يحترم في أسئلته، بيحترم عقليتك وبيحترم نفسه. هو بيشتغل على كتاب الوزارة والتراكم في السنين اللي فاتت، اللي هو امتحان 23 و24 و25. علمونا دايما انك لازم يا فندم تكون كويس في المناهج اللي فاتت، وعشان كده بنشرحها تاني بالتفصيل قدامك اهو. تعالى يا فندم سؤال كام؟ سؤال 35 بيقول لك ايه؟ عنصر ينتهي بالتوزيع الالكتروني 4s2 3d3 وبالتالي تكون حالات تأكسد محتمله. طبعا يا فندم ده الفاناديوم، والفاناديوم انا عارف بقى مش فاكر. ابسط حاجه بياخد اقصى حاله تأكسد موجب 5، ابسط حاجه يفتح ورق المفاهيم، ابسط حاجه هو اصلا معروف 2 3 4 كام؟ موجب 5 يا فندم بالنسبه لك. فالاجابه رقم ج. تعالى اللي بعده. تتراوح اعداد تأكسد يا فندم من العناصر السلسله الانتقاليه الاولى في مركباتها. عناصر مين؟ السلسله الانتقاليه في مركباتها من كام لكام؟ واحد يقول لك يا مستر من 2 ل 7. غلط، امال النحاس بياخد ايه؟ موجب 1. فاكيد الاجابه رقم الف. عناصر اهو، بس خلي بالك قال لك ايه؟ في مركباتها، في مركباتها، عشان بس ما تختارش الصفر. الصفر ده لما يكون عنصر، والراجل بيقول لك في مركباتها. فالاجابه رقم كام؟ الف، اللي هو من موجب 1 لموجب كام؟ 7. اسئله سهله كلها. تعالى 37. اقصى حاله تاكسد لعناصر السلسله الانتقاليه الاولى توجد في عنصر. اقصى رقم ممكن تاخده في حاله تاكسد كام؟ كان موجب 7. مين ده يا مستر؟ ده المنجنيز. تعالى بقى. يستخدم احد اكاسيده في عمل اصباغ. غلط، لان اللي بيستخدم الكروم، اللي هو اكسيد الكروم 3. اكسيد الكروم مين؟ 3. فغلط. هل يستخدم مع عنصر غير انتقالي في سبائك البرونز؟ غلط، لان اللي بيستخدم في سبائك البرونز هو النحاس، فده غلط. هل يستخدم احد مركباته في تعقيم الخضروات والفواكه؟ يقول لك يا مستر ايوه ممكن، لان عنده KMnO4 ماده مؤكسده ومطهره. واحد يقول لك مثلا او ممكن نقول MnSO4. غلط، غلط، حتى لو جت في بالك غلط. ليه غلط؟ لان MnSO4 مبيد للفطريات فقط لا غير. اما كلمه تعقيم في العلم تعني ايه يا فندم، او تعني ايه؟ كلمة تعقيم تعني دائما وابدا يا فندم بالنسبة لك هو التخلص من كل المايكرو اورجانيزم، بكتيريا، فيروسات، فطريات، اي طفيليات، اي حاجة ضارة لازم اعمل لها تعقيم، بجذلها تماما. فعشان كده الدكتور لازم يستخدم مادة مطهرة. هي دي الصح. ماده ايه مطهره؟ هي دي ايه الصح بالنسبه لك. فعشان كده مستر اكيد الاجابه تنفع رقم ج. تعال. يكون مع الصلب سبيكه تقاوم التاكل. لا يا فندم، هو يا فندم بالنسبه لك مش يكون مع الصلب سبيكه تقاوم التاكل، هو يكون مع الحديد مش مع الصلب نفسه. مع الحديد سبيكه تقاوم مين؟ التاكل. وده نعرفه بعدين يا فندم، دي هتبقى نوع من انواع السبائك الاستبداليه بالنسبه لك يا دكتور. فعشان كده مستر دي برضو مش مظبوطه بالنسبه لك. تعالى يا دكتور. مين تاني؟ 38. أقصى حالة تأكسد للعنصر الانتقالي بدءا من المجموعة 3B. بدءا يا فندم من المجموعة مين؟ 3B وحتى المجموعة 7B تتحقق عند فقد إلكترونات مين؟ أقصى حالة تأكسد يبقى مستر موجب 7 اللي هو مين برضو؟ المنجنيز. حلو. بدأ من المجموعة ايه ده هو ده بدأ من المجموعة 3B ل 7B، يعني هو بيتكلم على أقصى حالة تأكسد، يعني موجب 3 في سكانديوم، موجب 4 في التيتانيوم، موجب 5 في الفاناديوم، موجب 6 في الكروم، موجب 7 في المنجنيز. تتحقق بفقد ايه؟ أكيد طبعا بفقد كل الاس وكل الدي، وكل الاس يعني ان اس، وكل الدي يعني ان ناقص كام؟ 1 بالنسبة لك. يبقى بفقد كلهم، يبقى أكيد هعمل بينهم علامة جمع. أفقد ده زائد ده على طول أخد أقصى حالة تأكسد. أخد إيه يا فندم؟ أقصى حالة تأكسد بالنسبة لك. 39. عنصر إكس يا فندم انتقالي يقع في الدورة الكام؟ الرابعة، وله أعلى حالة تأكسد ممكنة. مين ده يا مستر بالنسبة لك؟ دوت المنجنيز اللي هو مين؟ اللي هو موجب 7. ماشي.
يمكنه ان يكون جميع المركبات ما عدا مين؟ وانا مغمض مفيش موجب واحد دي خلاص بح، لان المنجنيز ما بياخدش موجب واحد، الوحيد في المجموعه او السلسله الانتقاليه الاولى بياخد موجب واحد كان مين يا فندم؟ كان عنصر النحاس. فطبعا يا فندم الكلام طبعا مش مظبوط نهائي، فبالتالي الاجابه مثلا تبقى رقم كام؟ الف. لان بيقول لك ايه؟ ما عدا، بيقول لك ايه يا فندم؟ ما عدا بالنسبه لك. طب حلو، تعال 40 عنصر اكس يا مستر من السلسله الاولى يحوي على الكترون مفرد في المستوى الرئيسي الخارجي. فصلنا احنا الحصه اللي فاتت او المحاضره اللي فاتت الكلام ده، قلنا ايه؟ أنا كلمة مستوى خارجي تعني بالنسبة لك آخر مستوى طاقة رئيسي وليس فرعي. يعني إيه مثلا الكلام دوت؟ يعني إحنا بنتكلم دلوقتي على المستوى الرئيسي الخارجي اللي هو آخر مستوى طاقة رئيسي. التوزيع الإلكتروني يا فندم لإكس موجب 2 ينتهي ب 3 دي 4. حلو قوي. يعني مثلا أنت عندك دلوقتي كده 3 دي 4، ولما يكون يا مستر لما يكون إكس موجب 2 وطبعا يا فندم قبل منه أرجون، ماشي، ما اقصى عدد تاكسد له في مركباته. طب ما ترجع له الاثنين وهات الذره. دايما لما اديك ايون هات الذره، ولما اديك الذره يا فندم يطلب منك ايون عادي، الموضوع سهل. بس لما اديك ايون لازم تجيب الذره بتاعته، فبالتالي رجع 2. لما رجع 2 يا مستر هقول له ايه؟ هقول له والله يا مستر 4 اس 2. حلو، بس قلت لك ايه؟ لما ترجع 2 وتلاقي 4 اس 2 3 دي 4 مفيش الكلام ده. تعمل ايه بقى يا فندم؟ تاخد واحد من اس تحطه في الدي، وبالتالي يبقى ده كام؟ يبقى دوت يا مستر اهو بالنسبه لك هيبقى كده اكس موجب يا مستر او اكس يا مستر بس بالمنظر دوت هيبقى اراجون 18. مين يا فندم بالنسبه لك؟ 4 اس 1 3 دي 5. مين ده؟ ده حاله شاذه. مين ده؟ ده عنصر الكروم بالنسبه لك، والكروم اقصى حاله تاكسد بالنسبه لك كام؟ موجب 6. سؤال برضو من الاسئله السهله 41 بيقول لك ايه؟ الشكل المقابل يوضح جزء من الجدول الدوري ما اقصى عدد تاكسد للعنصر اكس. اولا انت عندك هنا مين؟ السي يو. ده مين كده يا مستر؟ ده ال1 بي. حلو قوي الكلام ده. طب يا مستر مين اللي قبل السي يو؟ طبعا النيكل، والنيكل اخر صف في المجموعه الثامنه بيكون مين؟ النيكل. طب النيكل اقصى حاله تاكسد ليه ايه؟ النيكل بياخد 2 وبياخد يا مستر 3 وبياخد يا مستر موجب 4، يبقى اخرك كام؟ موجب 4 بالنسبه لك الف. طب يقول لي يا مستر ليه النيكل ما بياخدش موجب 5 عشان نصل لحاله استقرار؟ ما لقيناش يا ولا مركب اصلا في نيكل موجب 5. يعني احنا ما لقيناش في الطبيعه نيكل موجب 5، فعشان كده الراجل ما كتبلكش غير موجب 2 وموجب 3 وموجب كام؟ 4. ما لقيناش للنيكل موجب 5، فعشان كده يا دكتور ما كتبناش موجب ايه؟ 5 بالنسبه لك. فطبعا ده اللوجيك والمنطق في الكلام ده. 42 اي هذه العناصر يا فندم بالنسبه لك يمتلك اقل حاله تاكسد؟ اقل حاله تاكسد في الكلام ده كله يا مستر اكيد مين؟ النحاس، لان النحاس بياخد كام؟ موجب 1. فاكيد الاجابه رقم الف. كلها دي اسئله ايه؟ سهله. كلها اسئله ايه؟ سهله بالنسبه لك. 43 اي طبعا النحاس بياخدش غير موجب 1 يا جماعه. يا جماعه اهو الاسكاندي بياخد موجب 3، المنجيز بياخد موجب 2 اخره، الكروم موجب 2 اخره، الوحيد اللي بياخد اقل حاله تاكسد كام؟ موجب 1 هو النحاس. تعال 43 بيقول لك ايه؟ اي هذه العناصر يا مستر يمتلك اقل عدد من حالات التاكسد؟ اقل عدد، يا سلام. تعال اهو والله يا فندم بالنسبه لك اكيد دوت، لان ده اصلا بياخد حاله تاكسد ايه؟ واحده، لكن ده بياخد موجب 1 وموجب 2، الكروم موجب 2 وموجب 3 وموجب 6. نسيت يا مستر؟ ارجع لورق المفاهيم الجدول اللي لسه موريه لك دلوقتي هتلاقيه في ورق المفاهيم. منجنيز يا مستر موجب 2 موجب 3 وموجب 4 وموجب يا مستر بالنسبه لك 6 وموجب 7. ادي يا فندم مين؟ المنجنيز. طبعا اكيد الاجابه سكاندوم، لان بتاخد حاله تاكسد واحده موجب 3. انت عندك كم عنصر اصلا بياخدوا حاله تاكسد واحده؟ هم 2، واحد انتقالي والتاني غير انتقالي. السكاندوم انتقالي، والزنك او اسف الزنك او الخرسي اللي هو مين يا فندم؟ اللي هو بيكون غير انتقالي بياخد حاله تاكسد موجب 2 بالنسبه لك. تعال 4 وكام؟ و40 بيقول لك ايه؟ حاله التاكسد موجب 4 هي الحاله الاكثر استقرارا لعنصر يتصف بما يلي. حلو الكلام. مستر اشتغل ازاي؟ هناك احتمالات كتير صح؟ بس انا كده قلت ممكن اطلع لك كام حاجه كده. تعالى لي تعالى لي تعالى لي. ينفع مستر الاسكانديوم؟ الاسكانديوم ما بياخدش غير موجب 3، فمش فكر في الاسكانديوم. تعال. ينفع التيتانيوم؟ التيتانيوم بياخد موجب 4. طبعا، بس بيقول لك ايه؟ في اقصى حاله تاكسده عدد المفرد ضعف. ازاي؟ ده انت عندك لو انت اشتغلت تيتانيوم موجب 4 انت بتتكلم 3 دي 0، يعني ما عندوش مفرد، فطبعا دي غلط. طب يحتوي كاتيونه في المركب اكس سي ال 3، يعني تيتانيوم، لان طبعا اكس سي ال 3 موجب 3، يعني تيتانيوم موجب كام؟ 3. هل يا مستر بيحتوي على الكترونين مفردين؟ تعالى لي كده، انت بتتكلم 3 دي 1. 3 دي كام؟ 1. يا مستر عنده مفردين ولا عنده واحد؟ عنده واحد، فبرضه غلط. هل عدد الالكترونات في المستوى الفرعي الاخير؟ تعالى بقى اهو،
التيتانيوم يا مستر بالنسبه لك لو انت كتبت الذره 4s2 3d2 هل عنده يا مستر في مستوى الفرع الاخير يساوي عدد مستويات الفرعيه؟ يا راجل التيتانيوم اللي عنده 1s و2s و2b و3s و3b و4s و3d عنده 7 مستويات فرعيه، هل عنده في المستوى الطاقه الفرعي الاخير 2 الكترون يساوي 7؟ فبرضه غلط. طب عدد المفرد في اقصى حاله تاكسده يا ابني، ما احنا قلنا في اقصى حاله تاكسده اصلا ما عندوش مفرد، ازاي تقول لي نص عدد الالكترونات المفرده في اقل حاله تاكسد؟ طبعا برضو ايه غلط. اذا ده اصلا مش تيتانيوم. تعالى لي بقى تاني، ده اصلا يا مستر مش تيتانيوم بالنسبه لك، امال تعالى يا فندم مين بياخد تاني يا فندم بالنسبه لك؟ موجب 4. الفاناديوم بياخد موجب 4. تعالى لي كده، تعالى كده، هو مستر فاناديوم لما ياخد موجب 4 فانت بتتكلم 3d1. حلو. هل عدد المفرد ضعف عدد المفرد في اقل حاله تاكسد؟ يا راجل ده الفاناديوم في اقل حاله تاكسد موجب 2 بيكون 3d3. هل الواحد ضعف الثلاثه؟ اكيد غلط. طب يحتوي كاتيونه اللي هو برده موجب ايه؟ 3. تعالى اعمل كده، الفاناديوم موجب 3، عندك مين فاناديوم موجب 3؟ 3d2. هل يحتوي على الكترونين مفردين؟ مظبوط اهو، يحتوي في كاتيونه اللي هو موجب 3 طلع 2 طلع 1 عنده 2 مفرد، عنده 2 مفرد. هل عدد الكتروناته في المستوى يا فندم؟ بس قال لك ايه؟ لحظه احنا قلنا عملنا صح، بس اوعى تنسى ان موجب 4 دي الحاله الاكثر استقرارا. ايه ده خلاص انا اصلا يا مستر مش في احتمال ان انا اعمل فاناديوم، لان اصلا الحاله الاكثر استقرارا بالفاناديوم كانت كام؟ كانت موجب 5. مين بقى بياخد يا مستر حالات اكثر استقرارا في الموجب 4؟ تعالى لي كده، عندك التيتانيوم ما طلعش هو، عندك يا مستر بالنسبه لك كمان الكوبالت موجب 4. حلو. طب ما تعمل الكوبالت كده، لو قلت لك يا فندم الكوبالت موجب 4 يبقى اهو احنا اهو كنا هنجرب كله ليه؟ اجرب كله ليه لما هو بيقول لك في الحاله الاكثر استقرارا؟ يعني موجب 4 دي حاله اكثر استقرارا. طب ما نجيب العناصر اللي عندها حاله اكثر استقرارا في موجب 4. كان التيتانيوم وكان مين يا فندم كمان؟ الكوبالت. طب تعال نشوف الكوبالت كده، يقول لك الكوبالت موجب 4 يا مستر اصلا هو اصلا يا فندم الكوبالت ذات نفسه بيقول لك ايه؟ الكوبالت 4s2 3d7. كوبالت موجب 4 يعني 3d5. تعالى بقى، هل عنده عدد من الالكترونات يا مستر؟ هل عنده عدد من الالكترونات المفردة في أقصى حالة تأكسد ضعف عدد المفرد في أقل حالة تأكسد؟ أقل حالة تأكسد للكوبالت موجب 2. أولاً السؤال غلط طبعاً، اللي اختار غلط، بس ليه؟ لأن مستر موجب 2 بالنسبة لك هيكون 3d7. عنده كم مفرد هنا؟ 5. عنده كم مفرد هنا؟ 3. أظن الخمسة عمرها ما تكون يا فندم ضعف العدد إيه؟ صحيح. وبالتالي يا فندم بالنسبة لك يبقى كده يا مستر أكيد دي غلط. تعالى، هل يحتوي كاتيون وموجب 3؟ يعني عملت لك كوبالت موجب 3، أنت بتتكلم هنا مين؟ 3d6. عنده كم مفرد؟ 4. ما عندوش 2 يا مستر. طب عدد الكتروناته في المستوى الفرعي الاخير 3d7 يساوي عدد مستوياته الفرعيه. تعالى 1s 2s 2b 3s 3b 4s 3d عنده كام؟ 7. وهو هنا عنده كام؟ 7. فاكيد يا مستر الاجابه دي مظبوطه. تعالى، عدد الالكترونات المفرده في اقصى حاله تاكسد. مين اقصى حاله تاكسد يا فندم عندك؟ طبعا الموجب 4. نصف عدد المفرد في اقل حاله تاكسد اللي هو موجب 2، يعني الخمسه نص الثلاثه يا مستر، يعني 5 مفرد نص الثلاثه. لا طبعا، فاكيد غلط. ففعلا الاجابه رقم ج بالنسبه لي. يبقى اذا خلي بالك ان ممكن نطول على ناس، كنا ممكن نطول على نفسنا السؤال لو احنا ما رجعناش وقرينا تاني كويس. حاله التاكسد موجب 4 هي الاكثر استقرارا، فدور لي على عناصر اللي بيكون فيها موجب 4 اكثر استقرارا بالنسبه لك. تعالى يا فندم 45 بيقول لك ايه؟ الرسم البياني يا فندم التالي يوضح العلاقة بين العدد الذري لثلاثة عناصر انتقالية متتالية اكس وواي ومين؟ اكس وواي وزد. حلو قوي الكلام. وبعض حالات تأكسدها فإن المجموعات المحتمل وجودهم فيها هي. أولا يا مستر في بجد طالبة في السنتر حل جميل قوي. قالت ايه؟ قالت يا مستر انت عندك الواي موجب 7. طب ما خلاص ما كده انا عارف ده منجنيز، وعشان قال لي يا مستر عناصر انتقالية متتالية يبقى بعد منها اكيد يا مستر بالنسبه لك حديد، وبعد منها هنا يا مستر اكيد مين؟ كروم. فخلاص بجد كان تفكير 10/10، لان عارفه ان الواي موجب 7 ده منجنيز، بعد منه حديد، قبل منه مين؟ كروم. فعلا بص الكروم موجب 6 اقصى حاله تاكسد، الزد موجب 3 برضو اقصى حاله تاكسد يا فندم بالنسبه لك استقرارا. وعشان كده مثلا تبقى الاجابه رقم كام؟ الف، لان اكس في ال6 بي اهو كروم، والواي في ال7 بي اللي هو المنجنيز، والزد في المجموعه الثامنه اللي هو الحديد. فالاجابه رقم
الف بالنسبه لك. تعالى سؤال 46 بيقول لك ايه؟ بيقول لك يا مستر عناصر زد واي اكس، 3 عناصر متتاليه في السلسله الانتقاليه مين؟ الاولى، واقصى حاله تاكسد لهم هي واي ام زائد 1 اكس اس ام زد اس ام، فان القيمه ام تساوي كام؟ بص يا دكتور، لو انت قعدت تتشقلب واتزرعت زرع بصل مكانك كده، انسى انك توصل لسؤال زي دوت الا اذا افتكرت حاجه. فاكر لما قلت لك يا دكتور لما تكونش عارف تحل سؤال ابوس ايدك فكر لي في الحديد؟ لان الحديد يا دكتور في كتاب الوزاره كاتب 2 و3 و6، كتاب الايزو بيجيب عليها اسئله كتير قوي، فخلي بالك من الحديد 6 بالذات. ليه؟ لان مثلا لما اقول لك عناصر متتاليه بالنسبه لك واقول لك واي ام زائد 1، فطبعا يعني يا مستر لو قلت لك ان دوت منجنيز موجب 7، لازم اللي قبل منه يا مستر كروم موجب 6، لازم اللي بعده يكون عنصر يقدر ياخد برضه موجب 6. بجد والله هي ما تجيش غير كده. انت قعدت تشقلب نفسك اهو. يا عم اعمل يا عم اسكانديوم تيتانيوم فاناديوم اهو، اعمل تيتانيوم فاناديوم كروم، اعمل كل اللي انت عاوزه متتاليين. لو انت ما تذكرتش ان الحديد موجب 6 لان مكتوبه في الوزاره ما جابش عليها مركب ولكن مكتوبه رقميا، لو اقسم بالله ما افتكرتهاش عمرك ما هتعرف تحل سؤال زي ده. اذا يا مستر هو ده الترتيب، لان فعلا اهو ادي ام وده ام زائد ايه 1، فبيقول لك ايه؟ في ان قيمه ام تساوي كام؟ اظن ام بتساوي 6 بالنسبه لك. سؤال من الاسئله الرخمه قوي اللي دايما تخليك حاطط يا فندم عينك وسط راسك، خلي بالك الحديد موجب 6. انا قلتها للسنتر كده، قلت لهم يوم ما تحسوا مش عارفين تجيبوا اي توزيع الكتروني في سؤال لو سمحت اوعى تنسى ان الحديد موجب 6، الموضوع هتلاقيه خلص بالنسبه لك تماما. تعالى 47، اي مالي يصعب ان يقوم بدور عامل مختزل، العامل عكس العمليه. يعني ايه يا مستر؟ اصل يا مستر عامل مختزل يعني بالنسبه لك يفقد مين يا مستر؟ الكترونات. حلو، عامل مختزل يبقى بيفقد الكترونات، فبيقول لك يصعب ان هو يفقد الكترونات من الاخر كده. ما هو يصعب ان يقوم بدور العامل المختزل يعني يصعب ان هو يفقد الكترونات. مين بقى من دول يصعب يفقد الكترونات؟ تعال نشوف. هل نيكل موجب 2 يصعب؟ والله موجب 2 3 دي 8. هل يصعب؟ ايه اللي يخليه يصعب؟ لا يصعب عادي. طب حديد موجب 2 3 دي 6، هل يصعب؟ يصعب ايه؟ ده نفسه يفقد. طب هل كوبالت 3 دي 5 هل يصعب؟ ايوه ليه يصعب؟ لانك لو فقد الكترونات هيخرج بره حاله استقرار، فاكيد يا مستر ده الاجابه جيم. طب تعالى هنا الكروم، يقول لك الكروم 3 دي 3 اللي هو كروم موجب 3، فيا مستر لما يفقد عادي يا عم، ايه المشكله؟ لكن يا مستر بالنسبه لك طبعا يا فندم كده دي غلط ودي غلط ودي غلط، لان يا مستر انت عندك الحديد الكروم يفقد عادي، لكن مشكلته يا فندم انا عاوز يصعب مش يسهل، فاكيد الاجابه رقم كام؟ جيم بالنسبه لك. حلو قوي. يبقى اذا كلمة يصعب أن يقوم بدور العامل المختزل بالنسبة لي أي يصعب إن هو يفقد إلكترونات، يعني أنت يصعب إن أنت تخرجه من حالة استقرار بالنسبة لك. تعالى يا دكتور 48، أحد الأيونات التالية يمكنه إتمام التفاعل الآتي. حلو. طب ما الأول بس كده بالله عليك اعرف التفاعل ده إيه. أنا عاوز أحول يا مستر أهو، أنا عاوز إيه؟ أحول زد موجب 5 أمين إلى مين يا مستر؟ إلى بالنسبة لك زد موجب 4. فعاوز أجيب هنا مادة تقدر تخلي الزد موجب 5 يتحول لمين؟ لزد موجب 4. نعمل إيه؟ ركز بس معايا كده. هو من موجب 5 لموجب 4 حصل إيه يا فندم؟ حصل عملية عملية اختزال، نقص الشحنة الموجبة اختزال، أي أن الباشا دوت يا فندم عامل مؤكسد. ما هو العامل عكس العملية. طب بالله عليك يا أخي، مش إحنا في الكورس التأسيسي قلنا إيه؟ طالما وجدت عملية الاختزال يبقى العملية الثانية لازم تكون عملية أكسدة. حلو، يعني المادة المجهولة دي يا مستر لازم تكون عملية أكسدة، يعني لازم يكون عامل مختزل. لحظة بقى، العامل المؤكسد اللي هو عملية الاختزال يكتسب الكترونات، يبقى العامليه الاكسده عامل مختزل المفروض يفقد
الكترونات. يعني مين اللي يقدر يعمل اختزال للماده دي؟ اكيد هجيب ماده تكون لديها القدره ان هي تفقد الكترونات. مين بقى لديه القدره يفقد الكترونات؟ تعالى كده يقول لك والله يا مستر واحده واحده، الحديد موجب 6 ده اقصى 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 حاله تاكسد، وبالتالي يصعب جدا 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 ان هو يفقد تاني. ما احنا اتفقنا برضو ان في الحصه المحاضره بتاعه الشرح الاخيره رقم 3 قلنا ايه؟ قلنا في حالات التاكسد يا دكتور بالنسبه لك ليه الماده بتشتغل كعامل مؤكسد؟ لما تكون اكتر ماده وصلت لاقصى حاله تاكسد. ساعتها ايه؟ قلنا كل ما يزيد حاله تاكسد كل ما يزيد قوه العامل المؤكسد. ارجع للمحاضره رقم 3 يا نجم على طول، كله على المنصه يا فندم بالنسبه لك. ارجع على طول يا فندم وشوف المقطع الحته دي تاني. تعالى اهو. طب مستر الكروم موجب 6 واصل لاقصى حاله تاكسد فيبقى غلط. طب مستر زد ان موجب 2 اصلا هو ما بياخدش غير زد ان موجب 2 فبرضه غلط، ما يقدرش يفقد تاني. ما هو لو فقد هيبقى زد ان موجب 3. ازاي؟ هل انت عمرك خدت حاجه اسمها زد ان موجب 3؟ استحاله يا فندم. طب تعالى بقى دوت تيتانيوم موجب 3 يعني 3 دي 1. لما مستر يفقد يروح لمين؟ لسي دي 0. الله، ده هو اصلا يحب جدا ان هو يفقد. ليه؟ لان قلت لك اهو طالما هتوصله لحاله استقرار يحبك جدا. بيقول لك يا فندم انا ما عنديش مشكله طالما هتوصلني لحاله استقرار انا بيس معاك. وهو ده اللي بيعمله يا فندم مين؟ التيتانيوم سي دي 1. لان يا مستر تيتانيوم موجب 3 اللي هو يا مستر سي دي 1 يقدر يتحول لسي 0 بمنتهى السهوله. فكده يا مستر اكيد انا هجيب يا مستر تيتانيوم موجب 3. فالاجابه رقم كام؟ ج بالنسبه لك. رقم كام؟ ج بالنسبه لك. تعالى يا دكتور 49. إذا كان مستر ال زد واي اكس تمثل 4 عناصر انتقالية، سؤال سهل أوي ده بقى. أكاسيدها كذا وكذا وكذا على الترتيب، فإن الأعداد تأكسدها في هذه الأكاسيد يكون إيه؟ إيه يا عم سهل أوي. ما هو ال 2 ده أصلا موجب 1، زد او 2 موجب 4، واي 2 او 3 موجب 3، اكس 2 او 5 موجب 5. كنا بنجيب الكلام ده إزاي؟ ارجع الكورس التأسيسي بيساوي 0، يعني زد زائد 2 او بيساوي 0، يعني الزد ناقص 4، 2 في سالب 2 بيساوي 0، يعني الزد بيساوي كام؟ موجب 2 يا دكتوره. وبالتالي يعني بنفس الطريقه بقى يا فندم هتلاقي نفسك انت وصلت. انت اسف هتبقى اسف يا فندم اهو، هتبقى زد بكام؟ بموجب 4 يا فندم بالنسبه لك. يعني انت زي ما انت عامل بالظبط. فالاجابه مثلا تبقى رقم كام؟ اكيد اكس اكبر حاجه موجب 5، ثم الزد موجب 4، ثم الواي موجب 3، ثم ال موجب 1. فالاجابه رقم ب بالنسبه لك. الاجابه رقم كام؟ ب بالنسبه لك. تعالى يا دكتوره سؤال 50. اي هذه العناصر لا يمكنه تكوين مركب صيغته X2O3؟ يعني من الاخر كده يا مستر ايه العنصر اللي ما بياخدش موجب 3؟ ما هو اللي ما بيقدرش يكون الصيغه دي يبقى هو ما بيقدرش ياخد موجب 3. يا ربي على الاسئله التافهه. اكيد خرسين، خلاص بقى كده يا جماعه خرسين ما فيهوش اي حاجه يعني. لان اسكندر بياخد موجب 3، حديد بياخد موجب 3، كروم بياخد موجب 3، لكن الخرسين ما بياخدش موجب 3 بالنسبه لك. 51. احد العناصر يكون مع البروم مركب مستقر صيغته الافتراضيه اكس بي ار 4. يعني مستر اكس بي ار 4 يعني ده اصلا موجب 4. حلو. مين بقى اللي بيعمل مركب ايه مستقر؟ طب ما التيتانيوم موجب 4 مستقر، النحاس ما بياخدش موجب 4، الحديد ما بياخدش موجب 4، الفاناديوم موجب 4 موجود ولكن مش مستقر. يبقى الوحيد مين؟ الف. الاجابه صح. اللي بعده سؤال سهل يا جماعه، اسئله سهله والله. تعال. احد عناصر السلسله الانتقاليه الاولى يمكنه ان يكون مركب صيغته الافتراضيه يا فندم X2Cl2. اتفقنا الحصه اللي فاتت. ما هو X2Cl2 النسبه 2/2 يعني كانها 1/1، يبقى 2 تروح مع الاثنين يبقى XCl. يعني اكس بموجب كام؟ 1. مين من دول يقدر ياخد حاله تاكسد موجب 1؟ استحاله سكانديوم بياخد موجب 3، خرسين بياخد موجب 2، الباشا 2 3 4 5. يبقى الوحيد اصلا ما احنا عارفينه اللي هو مين؟ النحاس اللي بياخد موجب 1 53. اي العناصر الاتيه يمكنه تكوين صيغه افتراضيه XO3؟ طب ما نعرف الاكس ده بكام؟ ما احنا لسه عاملين شويه اهو. تعال اكس زائد 3 او بيساوي 0، اكس ناقص 6 بصفر، يطلع الاكس بكام؟ موجب 6. اذا ده موجب 6. مين من دول يا مستر اهو يقدر يكون اكسيد موجب 6؟ اولا سكانديوم اخره موجب 3، التيتانيوم اخره موجب 4، النيكل اخره موجب 4،
بالنسبه لك يا فندم عندك المنجنيز يقدر يعمل لك موجب 6، ده بيعمل 2 و3 و4 و6 و7، بيعمل يا فندم 5 حالات تأكسد. فطبعا اكيد الاجابه مين؟ منجنيز. تعال 54. عنصر اكس يا مستر يقع في العمود الثامن في الجدول الدوري في نصيغه اكسيده الاكثر استقرارا. ايه هو العمود الثامن ده يا مستر؟ تعال 1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B، اول صف في المجموعه الثامنه. ده مين ده؟ ده حديد. خلصت. ده زي مجموعه الحديد يا مستر. اقصى استقرار مين؟ طبعا الحديد بياخد اقصى استقرار كام؟ موجب 3، فاكيد الاجابه رقم ج. سؤال اتفه من التفاهه، اتفه من التفاهه. تمام. تعال في احد الايونات يا فندم الاتيه لا يظهر ايون العنصر الانتقالي اعلى حالات تاكسده المعروفه. تعالى كده، اعلى ايه؟ اعلى حالات تاكسده المعروفه. CrO4 -2، وانت جيت حسبتها هتقول يا مستر Cr زائد 4O بيساوي -2، Cr ناقص 8 ب-2، Cr بموجب 6. ده موجب 6. طب هنا هيطلع موجب 6، طب هنا هيطلع موجب 7. يلا ده كله ايه؟ ده موجب 7 حالات، كلها اعلى حالات تاكسد. فعلا الكروم موجب 6 والمنجنيز موجب 7، فاكيد الاجابه رقم د. نفتكر بقى الحصه اللي فاتت قلنا ايه، او المحاضره اللي فاتت قلنا ايه؟ قلنا لما يكون جاي لك مركب جوه الكومبلكسات اعرف ان عدد تاكسده بكام؟ بصفر. يعني نيكل زائد 4 NH3 بموجب 2 ده كله بكام؟ بصفر. يعني النيكل بكام يا مستر؟ النيكل يا فندم بموجب 2. اذا يا مستر هل النيكل موجب 2 اعلى حاله تاكسد؟ لا، النيكل بياخد لحد موجب 4، فاكيد الاجابه رقم كام؟ د فعلا. تعالى يا دكتور سؤال 56. اذا كان التركيب الالكتروني للاي موجب 3 ينتهي بالسي دي 3، قلت لك لما يديك ايون هات الذره. مش هكمل السؤال، هات الذره الاول. تعالى كده مستر ايه موجب 3 يا مستر بسي دي 3. طب حلو قوي، رجع بقى يا فندم 3 الكترونات، هيبقى هرجع 4s2 وهرجع هنا واحد يبقى 3d4. ما ينفعش، خد واحد من اس يبقى 4s1 3d5. ده عنصر مين؟ الكروم. تعالى بقى، فإن عدد الإلكترونات المفردة في العنصر A يساوي مين؟ هو كم مفرد هنا يا مستر في الكروم؟ عنده 6 مفرد. هل يساوي أقصى حالة تأكسد الحديد؟ أقصى طبعا ما هو 6. أقصى حالة تأكسد الحديد كام؟ 6. فدي يا مستر صح، بس غلط الباقي. هل يساوي حالة التأكسد أقصى استقرار الحديد؟ طبعا لا، لأن أقصى استقرار موجب 3. هل يساوي عدد حالات تأكسد الفاناديوم؟ لا، لأن الفاناديوم بياخد 2 و3 و4 وكام؟ و5 4 بس. لا. هل يساوي عدد المستويات الطاقة الرئيسية في ذرة الفضة؟ الفضة تحت النحاس، النحاس بيصل لحد المستوى الرئيسي الكام؟ الرابع، والفضة لحد كام؟ الخامس. فبرضه لا، لأن 5 لا تساوي 6، يبقى قصده على الحديد موجب كام؟ 6 فعلا. فالإجابة رقم كام؟ ألف بالنسبة لك. تعال مركب يا مستر لأحد عناصر السلسلة الأولى يستخدم في عمل الأصباغ. مين ده يا مستر؟ ما احنا عارفينه، اللي هو Cr2O3. وقال لك إيه؟ مركب. ما تقولش كروم، لازم تقول اسم المركب. تعالى عدد الإلكترونات المفردة في كاتيونه الباشا ده أصلا كام يا مستر؟ Cr2O3 أصلا يا مستر بموجب 3، والموجب 3 يعني 3d3. طلع واحد من اس واثنين من دي 3d3، يعني عنده كام مفرد؟ 3 إلكترون مفرد. يساوي عدد الالكترونات المفرده في كاتيون موجب واي موجب 4. واي موجب كام؟ 4. فاي مالي تكون كاتيونات العنصر واي اكثر استقرارا. مش لما نعرف الاول مين واي ده؟ تعالى الراجل بيقول لك ايه؟ ان عام ده مفرد في الكروم يساوي الواي موجب 4 في المفرد. انا لو بفكر بمنطق يعني اكيد ده المنجنيز. ليه؟ لان المنجنيز 4s2 يا مستر 3d5، فلما اطلع 4 ما هو دوت عدد الذري. الكروم عدد الذري 24 والمنجنيز كام؟ 25. فلما يكون يا مستر كروم موجب 3 يديني 3 مفرد، فلو انا عاوز نفس المفرد في المنجنيز اطلع منه كام؟ 4. لوجيك لوجيك لوجيك، منطق بس والله لا اكتر ولا اقل. وبالتالي يا مستر لو انا عاوز اطلع يبقى لازم يكون موجب 4، وبالتالي يا مستر اطلع 2 واطلع 2 يبقى فعلا 3d3. كلام منطقي والله. مين بقى يا مستر كاتيونات العنصر الاكثر استقرارا؟ لما اجي احسب هنا لو ده منجنيز هيطلع موجب 7، ولو ده مثلا منجنيز هيطلع موجب كام؟ 2. يبقى فعلا الاجابه الف. ليه؟ لان عارف ان المنجنيز موجب 7 والمنجنيز موجب 2 يا فندم. اكيد يا مستر بيكون دول حالات اكثر استقرارا بالنسبه لك. طب تعالى يا فندم سؤال 58 يقول لك ايه؟ في التفاعل التالي
العنصر اكس يا مستر بالنسبه لك انتقالي، العنصر اكس دوت انتقالي، حلو. فاذا اصبح عدد الالكترونات المفرده باثنين في نهايه التفاعل، فان العنصر اكس قد يكون مين؟ قد يكون مين؟ لحظه كده، لحظه. اولا موجب 2 يا مستر بالنسبه لك بقى موجب 3، فبيقول لك ايه؟ فان العدد هيكون ايه؟ طب يا مستر ما تعملها واحده واحده. تيتانيوم، هو التيتانيوم موجب 2 عنده كم مفرد؟ عنده يا مستر 3 دي 2، يعني عنده 2 مفرد. حلو قوي الكلام ده، حلو قوي الكلام ده. طب بالك لو اتحول لتيتانيوم موجب 3 هيبقى عنده 2 مفرد؟ ده هيبقى 3 دي 1 عنده 1 مفرد. غلط، انا عاوز في الاخر يكون عنده 2 مفرد. طب تعالى نيكل، نيكل يا مستر بالنسبه لك 4s2 بالنسبه لك 3d8. حلو الكلام. طب يا مستر ده النيكل. طب يا مستر بالنسبه لك لما يكون نيكل موجب 2، نيكل موجب 2 يعني 3d8 يعني عنده 2 مفرد. طب بالله لو تحول لنيكل موجب 3 هيبقى عنده 2 مفرد ولا هيبقى عنده 3 مفرد؟ هيبقى عنده 3 مفرد. طب ليه؟ لان هيطلع الكترون طبقا لقاعده هوند هيبقى عنده 3 مفرد يا مستر، فبرضه النيكل مش مظبوط. طب تعالى الفاناديوم، يقول لك الفاناديوم يا مستر بالنسبه لك هو نفسه 4s2 3d3، فلما يكون فاناديوم موجب 2 طلع 2 يبقى 3d3 عنده 3 مفرد، فلما يكون فاناديوم موجب 3 3d2 عنده 2 مفرد. الله، يبقى الاجابه رقم ج. الاجابه رقم كام؟ ج بالنسبه لك. حلو قوي، حلو السؤال، بس برضه يا فندم في المتناول. جرب الاختيارات هتلاقي نفسك وصلت في ثانيه في ثانيه في ثانيه. 59. لديك 4 عناصر يا فندم بالنسبه لك A26 B30 C29 D24. ما بحبش اشتغل برموز مجهوله وانا مذاكر، استغل ان انا مذاكر. الحديد، خرسين، نحاس، كروم. حلو قوي الكلام ده. اي العبارات الاتيه صحيحه. بيقول لك ايه؟ عدد حالات تاكسد الخرسين. كم حاله تاكسد؟ هي حاله واحده موجب 2، هي حاله ايه؟ واحده. يساوي اقل حاله تاكسد في النحاس اللي هي موجب 1 جدا. هو عنده حاله واحده واقل حاله تاكسد في النحاس 1، يبقى حاله واحده بيساوي 1. حلو، كمل. طب اقصى حاله تاكسد للعنصر ايه اللي هو كام هنا؟ موجب 6. اقصى حاله تاكسد يساوي عدد حالات تاكسد العنصر دي اللي هو الكروم. الكروم عنده كام؟ 2 و3 وكام؟ 2 و3 و6. لا غلط، الستة ما بيساويش 3. طب اقصى حاله تاكسد للعنصر سي اللي هو مين؟ النحاس اللي هو موجب 2. اقصى اكبر من عدد حالات تاكسد ايه؟ ايه بياخد مين؟ 2 و3 و4. يعني يا مستر بالنسبه لك اقصى حاله تاكسد يعني 2 بيساوي 3 حالات تاكسد؟ طبعا غلط، اسف. اكبر من عدد صح، يبقى برضه غلط. فاهم قصدي؟ تعالى د عدد حالات تاكسد ايه؟ مين يا فندم؟ اللي هو 2 و3 و6 يساوي اقصى حاله تاكسد العنصر دي اللي هو اصلا موجب 6. يعني ده 3 حالات بيساوي 6، برضه غلط. فخلاص يا مستر اكيد الاجابه رقم كام؟ الف بالنسبه لك. برضه سؤال مش شايفه صعب على قد ما شايفه سهل، بس الصعوبه بتاعته انك لازم تفتكر بالنسبه لك اقصى حاله تاكسد الحديد دايما كام؟ 6. تمام. تعال 60. في التفاعل يا مستر المعبر عنه بالمعادله الاتيه بيقول لك ايه؟ اذا قل عدد الكترونات المفرده في اوربيتالات ال 3 دي لايون العنصر الانتقالي اكس بمقدار 1. بص اهو، قل بمقدار 1. طب اكس ده اصلا كان ايه؟ كان موجب 3. حلو. فاي مما يلي يمكن ان يصف ذلك العنصر؟ بص على الاختيارات يا نجم. يكون مع الصلب سبيكه مقاومه للصدأ. مع الصلب سبيكه مقاومه للصدأ، الكلمه دي لم تذكر الا على النيكل لما قال لك مع الصلب بيعمل لك سبيكه مقاومه للصدأ والاحماض. طب يبقى ده نيكل. تعالى كده يا مستر النيكل يا فندم. النيكل وهو يا مستر نيكل اصلا 4s2 3d8. حلو قوي الكلام اهو. معاهم ارجون بقى يا جماعه، احنا اتفقنا في ارجون على طول. طب مستر لما يكون نيكل موجب 3، نيكل كام؟ موجب 3 يا مستر. ايه العمل؟ يقول لك يديني 3d7. طب مستر لما يروح يبقى نيكل موجب 2، لو بقى يا مستر نيكل موجب 2 هيبقى 3d8. لحظه، هو هنا كان عنده كم مفرد؟ 3. هنا يبقى عنده كم مفرد؟ 2. ايه ده؟ مش كده فعلا يا مستر قلب مقدار 1؟ فعلا. فاكيد الاجابه رقم كام؟ الف. خلصت يا جماعه والله خلصت. هتقولي مثلا له القدره على تكوين مركب X2O5، ما هو ده النيكل اصلا. طبعا النيكل يا فندم بالنسبه لك استحاله يستخدم في هذا الفن. ده التيتانيوم. التيتانيوم اصلا يا فندم من موجب 3 CD1 عشان يروح CD2
انت زودت المفرد ما قللتش ايه المفرد، وبالتالي غلط. فطبعا يا فندم غلط غلط. تستخدم احد سبائكم في عبوات المشروبات الغازيه اللي هو المنجنيز. المنجنيز يا مستر لو طلع 3 بقى 3 دي 4. طب يا مستر لو راح بقى موجب 2 يا فندم بالنسبه لك، لو راح لموجب 2 يبقى 3 دي 5. ده انت بتزود ما بتقللش برضه. فخلاص الاجابه رقم كام؟ الف. واضحه جدا جدا جدا. تعالى لي 61 بيقول لك ايه؟ من الجدول الذي امامك اي مما يلي صحيح. من الجدول الذي امامك اي مما يلي صحيح بالنسبه لك. تعالى لي يا دكتور. تعالى يا دكتور. اولا برضو ما بحبش اشتغل بكلام مجهول. يعني ايه مثلا الكلام ده؟ لو سمحت طلع لي مين دول؟ مين دول؟ تعالى يا فندم. لما اقول لك 3 دي 8 ايه موجب 2 هرجع 4 اس 2 يبقى ده نيكل. طب بي 4 اس 1 ده خلاص كروم. طب يا مستر سي موجب 3 سي دي 5 رجع 3 هرجع 2 للاس 1 للدي ده مين؟ ده حديد. طب 4 اس 2 سي دي 1 ده خلاص ده سكانديوم. حلو. فبيقول لك العنصر سي يستخدم في طلاء المعادن. عمرك ما تعرف تطلي بالحديد، انسى. طب بي مع سي كروم مع حديد يكون سبيكه يستخدم في صناعه الطيارات. عليا النعمه الطياره ما هتطير. بطه بلدي. لان حديد وكروم اصلا عناصر كثافتهم مرتفعه جدا. بطه بلدي هي متان جدا بس انسى يا حبيبي مفيش الكلام ده، مش هتطير اصلا. طب ايه مع بي؟ نيكل مع كروم يكون سبيكه صدم في ملفات التسخين جدا جدا جدا. فالاجابه رقم ج. خلصت. هل عنصر دي يا راجل سكانديوم عنده حالات تاكسد متعدده؟ طبعا غلط بالنسبه لك. الاجابه الصح طبعا رقم ج. 62 يمكن استخدام مثل مركبات الكروم موجب 6 في الظروف العاديه عوامل مختزله دائما. تعالى واحده واحده بس كده يا فندم. يعني ايه عامل مختزل؟ يعني يا مستر ماده حصل لها اكسده يعني يفقد. بالله عليك الكروم موجب 6 ينفع يفقد؟ غلط. يبقى دي غلط ودي غلط. اكيد طبعا. وبالتالي هنا غلط لان اكيد عامل مختزل. ليه؟ لأن يعني ايه عامل مختزله؟ يعني يكتسب. هل اقصى حاله تكسب تكتسب؟ جدا جدا. هي اصلا ما بتعرفش تعمل غير ان هي تكتسب الكترونات. فعشان كده دايما اقصى حالات تاكسد بتشتغل كعوامل مؤكسده بالنسبه لك. تعالى يا دكتور. 4 عناصر يا مستر من السلسله الانتقاليه الاولى تتميز بما يلي. لحظه. هل ايه دوت مين يا مستر؟ تعالى. ايه دوت؟ كروم. يستخدم في دباغه الجلود. يستخدم كعامل حفاز في تحضير نشادر الحديد. له عده نظائر مشعه. كوبالت. له اقصى حاله تاكسد في السلسله منجنيز. والشحنه الفعاله لها بدون ترتيب كذا 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 يا مستر. تعالى بقى. فبيقول لك ايه؟ ما الشحنه الفعاله للعنصر بي؟ اولا كلما انتقلنا من يسار الجدول الدوري الى يمين الجدول الدوري يا فندم بالنسبه لك ماذا يحدث يا مستر؟ يزداد العدد الذري فيزداد شحنه النواه الفعاله فيزداد قوه جذب النواه وتدفع يقل الحجم الذري. يعني كل ما هزود عدد ذري الشحنه الفعاله بتزيد. تعالى بقى كده. ما انت عندك كروم ثم مين يا فندم؟ ثم يا فندم بالنسبه لك منجنيز ثم مين يا فندم؟ ثم حديد ثم كوبالت. تعالى لي بقى يا دكتور. يا مستر دلوقتي يعني ده مين يا مستر؟ يبقى ده 3.8 يبقى ده كام؟ 4. يبقى 4 أو 3 من 10 يبقى 4 ونص. فالاجابه اكيد رقم ج بالنسبه لك. تعال 64 جهد التآين الثالث يكون كبير جدا بالنسبه لعنصر مين؟ يا نهار ابيض يا راجل. انت اصلا خدت يا دكتور معايا برضو العناصر ممثله. مفيش صوديوم موجب 2 ومفيش الومنيوم موجب كام؟ 4 ومفيش مغنيسيوم موجب 3. فالاجابه اكيد رقم كام؟ ج. واكيد برضو مفيش بوتاسيوم موجب 2 يبقى مستر اكيد مغنيسيوم موجب كام؟ 3. وده جهد التآين الثالث للمغنيسيوم. تعال. اي العناصر الانتقاليه التاليه له اقل جهد تآين ثالث؟ وطبعا كلمه اقل جهد تآين ثالث يعني يوصل لحاله استقرار. طب تعالى كده. يعني انا عاوز مستر من حديد موجب 2 لحديد موجب 3. هل يا مستر ده سهل؟ جدا جدا. فيبقى له اقل جهد تآين. طب الكروم، هل كروم موجب 2 يروح لكروم موجب 3؟ عادي بس انت ما وصلتش لحاله استقرار. طب مستر منجنيز موجب 2 يروح لمنجنيز موجب 3؟ صعب جدا لان دي اصلا 3 دي 5 حاله اكثر استقرار. لكن هنا انا هوصل ل 3 دي 5 يبقى غلط. كوبالت يا مستر كوبالت موجب 2 3 دي 7. اما مستر بالنسبه لك كوبالت موجب 3 3 دي 6. عادي بس مش اسهل حاجه. لكن اسهل حاجه اللي هيوصلني لحاله اكثر استقرارا بالنسبه لك. تعالى. اسئله كلها سهله جدا. 66 لك ايه؟
عنصر انتقال رئيسي احد حالات تاكسده كام؟ اكس موجب 3 تتسبب في جعل المستوى الفرعي دي يحتوي على 2 الكترون. حلو، يعني اكس موجب 3 عنده يا مستر دي 2. امين جدا. طب لما ارجع 3 الكترونات بقى يا فندم يبقى اكس هيبقى 4 اس 2 3 دي كام يا مستر؟ بالنسبه لي رجع واحد بقى يبقى 3 دي كام؟ 3. يبقى ده مين؟ ده عنصر يقع في زي مجموعه الفاناديوم، اللي هي مجموعه ال 5 بي، اللي هي مجموعه مين؟ الفاناديوم. طب ما الفاناديوم اقصى حاجه تاكسده كام؟ موجب 5. طب لو انا قلت لك موجب 6 هيكون محتاج جهد تأين مرتفع جدا. يبقى اذا الاجابه كده مستر مين؟ رقم الف، لان يا مستر ما فيش فاناديوم موجب 6، لان يا مستر بيحتاج لجهد تأين كبير جدا عشان اقدر اكسر مستوى طاقه رئيسي مكتمل بالالكترونات بالنسبه لك. تعالى يا دكتور سؤال 67. الطاقة اللازمة يا فندم لتحويل أيون الفاناديوم في موجب 2 إلى أيون الفاناديوم في موجب 5. تاني أهو، أيون الفاناديوم في موجب 2 إلى أيون الفاناديوم في موجب 5 بكام؟ طبعا يا فندم بالنسبة لك هترجع لورق المفاهيم ده يا فندم، الجدول اللي هو فيه أي حالات تأكسد مين؟ الفاناديوم، اللي هو مستر اللي هو كان فاناديوم موجب 1 لموجب 2 موجب 2 موجب 3 اللي هو السطر الواحد دوت. أنت أهم حاجة تعملها لي إيه؟ تكون فاهم السؤال من موجب 2 موجب 5 وشرحنا زيه بالظبط يا فندم لما عملنا الجدول في المحاضره الثالثه، في المحاضره اللي هي يا مستر بالنسبه لك الثالثه باول محاضره خالص، عملنا الجدول لما كان اكس موجب 1 اكس موجب 1 لموجب 2 وهكذا، وكتبنا ارقام. يعني جمع، يعني المفروض انا عاوز يا مستر اجمع من فاناديوم موجب 2 لفاناديوم موجب 3، وعاوز اجمع من فاناديوم موجب 3 لفاناديوم موجب 4، وعاوز اجمع من فاناديوم موجب 4 لفاناديوم موجب كام؟ 5 بالنسبه لي. جمع دول يطلعوا 14024. 14000 كام؟ 24. وده نفس السؤال اللي احنا حليناه في المحاضره الثالثه برضو، بالنظر الى طاقات التيار المتعاقبه للفلز من اليمين الى اليسار، من يمين الى اليسار. قلت لك دور على الفرق الكبير. هنا من هنا لهنا عادي، من هنا لهنا يا مستر فرق سهل، من هنا لهنا برضو سهل، من هنا لهنا برضو سهل، لكن من هنا لهنا ده فرق كام؟ 6000 زي ما قلت لك، واللي ياكد لك انت صح، لكن من هنا رجع تاني 2000 تقريبا. فطبعا يا فندم الفرق العالي كان فين؟ في الحته دي. اذا الراجل كسر من هنا، يبقى طلع اول واحد، تاني واحد، تالت واحد، رابع واحد، خامس واحد سهل، فده عنصر مين؟ اكيد الفاناديوم بالنسبه لك. حلينا زيه بالظبط في المحاضره رقم 3 بالنسبه لك. تعالى يا دكتور، هو اصلا يعني هو انا جايبه من هنا اصلا وحطه لك في المحاضره رقم كام؟ 3 بالنسبه لك. طب تعالى هنا بقى، اي الاختيارات يا مستر يبين جهود التأين الاربعه الاولى لعنصر الاسكانديوم؟ الاسكانديوم معروف جدا ان هو بيطلع اول 3 سهلين، فتعالى بقى كده سهل، لما يتضاعف برضو عادي سهل، لما يتضاعف يقول لك سهل، لما يا مستر يتضاعف يقول لك سهل. انت كده طلعت 4 سهلين، ايه الهبل ده؟ طب تعالى اللي بعدها، لما يا مستر هنا سهل، لما يتضاعف برضو تقريبا سهل، لما يتضاعف تقريبا سهل، لما يتضاعف برضو سهل. اختار مين؟ اذا هنا في حاجه غلط، هنا كده في حاجه غلط. طب تعالى بقى، طب هنا يا مستر ماشي، طب هنا يقول لك عادي الضاعف، يقول لك هنا الضاعف، لكن يقول لك هنا الضعف لا، ده زاد 5000 تقريبا، او 4900 تقريبا. فرقم ايه؟ كبير. طالما الفرق كبير يبقى اكيد كسر من هنا، وطالما كسر من هنا فاكيد الاجابه جيم. تعال، لانه طلع الاول والثاني والثالث سهل، جه هنا احتاج لطاقه ايه؟ كبيره جدا. طب هل الكلام ده مستر في رقم د؟ تعالى كده، لما يا فندم هنا يا فندم بالنسبه لك طبعا يا مستر بص، ده هنا غلط تماما. ليه؟ لان ازاي جهد التيار الاول يكون اكبر من جهد التيار الثاني؟ فطبعا دي غلط تماما. فالاجابه الصح اكيد رقم ج، لان الاسكانديوم بيطلع اول 3 سهل والرابع هو اللي بالنسبه لهم بيكون ايه؟ صعب بالنسبه لك. طب تعال سؤال 70. اي الاشكال يا مستر الاتيه يمثل علاقه بين طاقه الذره والاستقرار؟ يقول لك كلما زادت طاقه الشيء يقل الاستقرار، فلما طاقه الذره تزيد الاستقرار اللي هيحصل له هيقل. ودايما قلت لك يا فندم بعلاقات غير منتظمه، فاكيد الاجابه رقم كام؟ الف بالنسبه لك. وانا مغمض اسئله ليه؟ لان قلت لك اي خواص بالنسبه لك في الكيمياء بتكون علاقات غير منتظمه، حجم ذري، كثافه، جهد تأين، سالبيه كهربيه، ميل الكتروني، عندك يا فندم بالنسبه لك درجات غليان، انصهار، توصيل حراري، توصيل كهربي، كلها علاقات غير منتظمه بالنسبه لك. تعال 71 بيقول لك ايه؟ عدد العناصر يا فندم الانتقاليه في السلسله الانتقاليه الاولى، عدد العناصر الانتقاليه في السلسله الانتقاليه الاولى. قال لك ايه؟ قال لك ايه؟ الانتقاليه. شيل الخراطيم من دماغك، يبقى اكيد كام؟ 9 يا فندم. خلي بالك ايه؟ عارف لو كان قال لك عدد العناصر في السلسله الاولى كانت تبقى 10، لكن قال لك الانتقاليه، يعني لازم تشيل الخراطيم من حساباتك. تعالى يا فندم 72.
عدد العناصر الانتقاليه يا مستر في السلسله الاولى التي لها حاله تاكسد واحده. خلي بالك برضه بيقول لك ايه، بص 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 بص، مين؟ الانتقاليه. يبقى حاله واحده بس اللي هو مين يا فندم؟ اللي هو الاسكانديوم. عارف لو كان شال دي كنت هقولها 2 لان ساعتها الاسكانديوم والخرسين. يبقى كده مستر حاله واحده وهو مين؟ الاسكانديوم. تعالى تاني. العنصر اكس يا فندم من فلزات العمله وهو عنصر انتقالي والمركبات اللي تثبت ذلك. بص يا فندم، ايه تعريف العنصر الانتقالي؟ تعريف العنصر الانتقالي يا فندم على فكره ده جه في امتحان تجريبي 2023، تجريبي اللي هو قبل امتحانات اخر السنه في 2023. عشان تثبت ان ده عنصر انتقالي لابد ان تكون اوربيتالات المستوى الفرعي دي مشغوله بالالكترونات وغير تامه الامتلاء. تاني اهو، مشغوله بالالكترونات وغير تامه الامتلاء. يعني ايه يا مستر الكلام دوت؟ يعني يا فندم بالنسبه لك عشان تثبت ان ده عنصر انتقالي لازم اشوف الدي مشغول، وكلمه مشغول يعني يحتوي على اوربيتات نص ممتلئه. يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ يعني هسألك سؤال دلوقتي، مش ده عنصر انتقالي من فلزات العمله؟ طب ما فلزات العمله ممكن تكون ايه؟ ممكن تكون يا مستر نحاس وهي الفضه والذهب. النحاس بياخد موجب 1 وموجب 2، الفضه موجب 1 وموجب 2، الذهب موجب 1 وموجب 3. بص، سواء في الموجب 1 بيكون الدي 10 وهنا الموجب 1 بيكون دي 10 وهنا موجب 1 دي 10. يعني انت لو لقيت اختياري في عنصر موجب 1 مش هختار اختار دوت. طب تعالى كده، ايه رايك في دوت؟ موجب 1 ما ينفعش اختار كله، دوت موجب 1 ما ينفعش اختار كله، دوت موجب 1 ما ينفعش اختاره. يبقى اكيد الف. ليه؟ لان انا عاوز اجيب موجب 2 بس وموجب 2 او موجب 3، لان هم دول اللي بيثبتوا ان دي مشغول بالالكترونات، يعني يحتوي على اوربيتات نص ممتلئه وليس تام الامتلاء. وعشان كده يا فندم ليه بقى؟ لان هنا بيبقى يا مستر بيبقى دي 9 وهنا بيبقى دي 9 وهنا بيبقى دي 8. فطبعا يا فندم 9 9 8 كلهم مشغولين، عشان كده ما اخترتش اي اختر فيه موجب 1. فكده الاجابه رقم الف، لان هنا موجب 2 وهنا موجب كام؟ 3 بالنسبه لك. تعالى يا دكتور، سؤال حلو على فكره، مش سؤال سهل، سؤال حلو جدا جدا ليعرفك انت فاهم يعني ايه عنصر انتقالي ولا مش فاهم عنصر انتقالي. تعالى بقى. اي من التراكيب الاتيه يشير الى ايون عنصر انتقالي رئيسي؟ انا عاوز برضو اشوف ايون عنصر انتقالي رئيسي. تعالى كده. والله يا مستر ايون ما ينفعش اختار دي. ليه؟ لان كلمه ايون لكن ده ذره. ايه اللي عرفك ان هو ذره؟ طالما ده مملي يبقى ده ذره على طول. تعال، ينفع يا مستر فور اس 1 3 8؟ يعني ينفع اطلع من الدي؟ يا اخي هنفترض اطلع من الدي، ينفع اطلع من الدي واسيب الاس؟ ما ينفعش، غلط. طب هنا يا مستر فور اس 1 3 9، اولا لو هو ايون ما ينفعش ما يطلعش من هنا، يبقى ده غلط. يبقى كده يا مستر اكيد الاجابه ج. طلع من اس وممكن يكون طلع من دي زي النحاس مثلا، ما هو النحاس موجب 2 4 اس 0 3 دي ايه 9 بالنسبه لك. فالاجابه طبعا رقم ج بالنسبه لك. تعالى يا دكتور. التوزيع العام لايونات عناصر عمله ينتهي بايه؟ ما انا قلت لك بس لك من شويه النحاس 1 و2، النحاس موجب 1 وموجب 2. ده مين؟ ده النحاس اهو. وعندك الفضه موجب 1 وموجب 2، وعندك الذهب موجب 1 وموجب كام؟ 3. حلو الكلام، حلو الكلام. وانت عارف كويس قوي ان النحاس بياخد 1 و2 وده 1 و2 1 و3. يعني يا مستر طب لو 1 و2 يعني دي 10 او دي 9، دي 10 او دي كام يا مستر؟ او دي 9، وهنا يا مستر دي 10 او دي 8. يبقى لازم ابدا من 8 يا مستر. حلو، 8 9 10، ولازم طبعا اطلع مين؟ اطلع الاس. يبقى اكيد الاجابه رقم ب. يبقى اهو، لان يا مستر لو كان نحاس موجب 1 هطلع 1 من اس بس يبقى دي 10، ولو كان موجب 2 هطلع 1 من اس 1 من دي يبقى دي 9. طب يا مستر نفس الكلام الفضه. طب الذهب لو كان 1 هطلع 1 من اس يبقى دي 10، لو كان 3 هطلع 1 من اس واطلع 2 من دي يبقى يا مستر دي كام؟ دي 8 بالنسبه لك. فاكيد يا مستر الاجابه رقم كام؟ ب بالنسبه لك. تعالى يا دكتور. تعالى يا فندم. 76 بيقول لك ايه؟ عنصر انتقال يا فندم من السلسله الاولى عدد الالكترونات المفقوده 3D للايون، من 3D للايون اي واي موجب هو واي سالب 1. الله، خلي بالك، عنصر انتقالي من السلسله الاولى عدد الالكترونات المفقوده من ال 3D. ركز معايا، الراجل بيقول لك ايه؟ من ال 3D للايون هو الرقم دوت. فان العنصر B الذي يلي العنصر A قد يستخدم في ايه؟ العنصر B اللي هو عايد على الاختيارات، عايد على الاختيارات، الذي يلي العنصر A اللي هو جايبه لي هنا دوت. طب درجه الزيوت النيكل، يبقى العنصر ايه مين؟ عنصر ايه يا مستر؟ هيبقى مين؟ الكوبالت.
طب مصابيح بخيط الزئبق اللي هو الاسكانديوم، مفيش حاجه قبلها فمش هختارها، مش هشتغلها اصلا لان دوت البي. طب الايه؟ هل انت عندك عنصر انتقالي قبل الاسكانديوم؟ لا مش هختاره. طب جلبات المعادن يا مستر بالنسبه لك يقول لك يا مستر خرسين، اللي قبله يبقى مين؟ نحاس. طب الكابلات الكهربيه نحاس، يبقى قبله مين؟ نيكل. حلو. طب مستر لو كان ده على فكره بي وده ايه، دوت برضو بي وده ايه، ودوت برضو بي وده ايه. طب تعالى واحده واحده كده. لو كان كوبالت، والله يا مستر لو كان كوبالت استحاله. ليه؟ هقول لك ليه استحاله. لان يا مستر لو كان كوبالت بالنسبه لك اللي هو عنصر ايه دوت، لو قلت لك كوبالت موجب 2، تعالى كده، يعني يا مستر مين؟ يعني طلع 2 يبقى 3 دي 7 صح كده؟ طب لما اجي اقول لك كم الكترون مفقود من الدي، هتقول لي مفيش، لان طلعت مين؟ انا طلعت ال 4 اس 2 بس. هل انت فقدت حاجه من دي؟ يقول لك لا. اوتوماتيك يا مستر طب ما 2 ناقص 1 انت كده عندك 1 مفقود من الدي، هل انت فقدت حاجه من دي؟ لا، يبقى ما ينفعش اختار دوت. طب تعالى تاني، ركز معايا تاني. تعالى، النحاس معروف انه 4 اس 1 3 دي كام؟ 10. طب مثلا لو كان نحاس موجب 1، لو كان نحاس موجب 1 هل هطلع مين؟ ال 4 اس. هل طلعت حاجه من دي؟ يقول لك لا. فعلا 1 ناقص 1 تساوي 0. فعلا ما طلعش حاجه من دي. طب تعالى كده، لو قلت لك يا مستر نحاس موجب 2 هيطلع 1 من اس ويطلع 1 من دي، يبقى 3 دي 9. طلعت 1 من دي. طب يا مستر لو كان النحاس ده اهو، تعالى كده اهو، لو كان النحاس ده يا مستر موجب 2، طب ما 2 ناقص 1 بكام؟ بواحد صح. انا فعلا خرجت 1 من الدي. شكرا شكرا شكرا. يبقى اكيد يا مستر الاجابه ب، لان اكيد العنصر ايه؟ خرسين، اسف نحاس. يبقى اللي بعد منه اللي هو البي بالنسبه لك مين يا فندم؟ بالنسبه لك اكيد خرسين، فاكيد الاجابه رقم ب. طبعا جيم قلت لك غلط ليه؟ عشان اصلا ما فيش حاجه قبل الاسكانديوم. طب تعالى الكابلات الكهربيه، تعالى النيكل كده، بص النيكل. لو قلت لك نيكل هو 4 اس 2 3، على فكره بنعملها للتطمئن بس لفكره ان احنا كنا عارفين ان احنا اخترنا صح. مثلا لو قلت لك نيكل موجب 2، طلع 2، طلع 2. هل انت طلعت حاجه من دي؟ لا. طب تعالى بقى كده، لو قلت لك 2 ناقص 1 لازم اكون طلعت من دي كام؟ 1. هل انت طلعت حاجه من دي؟ لا، فاكيد برضه دي غلط. يبقى هو قصده ايه؟ انك لازم لما تاخد حاله تاكسد هنا، لما تعوض في انت خرجت قد ايه من دي تكون مظبوطه. فلما كان نحاس موجب 2 ناقص 1 خرجنا 1. طب ما فعلا ما هو نحاس موجب 2 بخرج 1 من اس واخرج 1 من الدي، فعشان كده دي الاجابه المظبوطه 100%. تعالى سؤال 77، بيقول لك التوزيع الالكتروني لعنصر غير انتقالي، غير انتقالي، وركز معاه في الكلام. بيقول لك ايه؟ يدخل يا فندم بالنسبه لك في صناعه البطاريات القابله لاعاده الشحن. انت عندك مين اللي بيستخدم في البطاريات قابله لاعاده الشحن؟ اللي هو النيكل كادميوم. طب ما النيكل انتقالي لكن الكادميوم غير انتقالي. طب التوزيع بتاعه ايه؟ ده الكادميوم يقع في السلسله الانتقاليه الثانيه في نهايتها. يعني ايه يا مستر؟ يعني لازم اكون وصلت لل 5 اس 2، لازم اكون وصلت لل 4 دي 10. فين 5 اس 2 و 4 دي 10؟ اكيد الاجابه رقم د. سؤال سهل جدا. تعالى 78، التوزيع الالكتروني يا مستر لايون عنصر غير انتقالي. ايون عنصر غير انتقالي. حلو. هو ايون عنصر غير انتقالي مين؟ ما انت عندك خرسين، عندك كادميوم، عندك زئبق. تاني اهو، خرسين كادميوم زئبق، خرسين كادميوم زئبق. تعالى بقى يا فندم، يستخدم يا دكتور بالنسبه لك احد مركباته في مستحضرات التجميل ينتهي بايه؟ مين اللي بيستخدم في يا مستر احد مركباته؟ ده الخرسين. حلو. والخرسين زد ان او، اصلا خرسين كده بيخش للموجب كام؟ 2. يبقى كده يا مستر 3 دي 10. فالاجابه رقم الف بالنسبه لك. تعالى يا دكتور سؤال 79، بيقول لك ايه؟ عنصر يا فندم انتقالي من السلسله الاولى عدد الالكترونات المفرده في المستوى الفرعي 3 دي ضعف، ركز معايا، عدد المفرد في المستوى الفرعي 3 دي ضعف عدد الاوربيتالات المستوى الرئيسي كي. هو كام اوربيتال في المستوى الرئيسي كي؟ المستوى الرئيسي كي اصلا ما عندوش غير 1 اس، عنده مستوى فرعي واحد، والاس عنده 1 اوربيتال. حلو قوي. يعني يا مستر الدي ده عنده 2. حلو قوي. سؤال ايه التفاهه دي؟ هذا العنصر قد يستخدم مين؟ لحظه بس، لما يكون عندي 2 يبقى 4 اس 2 ده مين دوت؟ ده التيتانيوم. مين يا مستر يستخدم في ايه؟ هل يستخدم في زراعه الاسنان؟ صح. وعاوز مع عدا عامل حفاز في اعضاء الزيوت؟ لا. يكون مع الكروم سبيكه تقاوم التآكل. بالنسبه لك كروم وتيتانيوم. الله، لحظه لحظه لحظه. تعالى تاني.
هنغير السؤال ده. تعالى بقى يا فندم سؤال كام؟ سؤال 79 بيقول لك ايه؟ عنصر انتقالي يا مستر من السلسله الانتقاليه مين؟ الاولى. عدد المفرد في المستوى الفرعي دي ضعف عدد اوربيتالات المستوى الرئيسي كي. المستوى الرئيسي كي يا دكتور كان بيمتلي بايه؟ يقول لك هو ما فيهوش غير 1 اس، وال1 اس ما فيهوش غير واحد اوربيتال. حلو. واحد مين؟ اوربيتال. يبقى عدد المفرد اللي موجود في الدي ضعف واحد اوربيتال يبقى 2. يبقى يا اما عندك دي 2 يا اما عندك دي 8. ليه؟ لان دي 2 زي موجود في التيتانيوم 3 دي 2 اهو يا مستر، او زي موجود في النيكل، او زي موجود فين؟ في النيكل. بالنسبه لك برضو 3 دي 8 4 اس 2 ده مين؟ النيكل. وده مين؟ التيتانيوم. خلاص نبص الاجابه على النيكل والتيتانيوم. تعال التيتانيوم كده. هل يستخدم في زراعه الاسنان والمفاصل الصناعيه؟ صح. عامل حفاز صدار الزيوت؟ غلط. يبقى ممكن اقول لك اهو ما عدا بختار دي، لا غلط الباقي. يكون مع كروم سبيكه؟ التيتانيوم اصلا ما بيدخلش مع كروم، يبقى كده ده اكيد يا مستر مش تيتانيوم. ده اكيد يا فندم ايه؟ مش تيتانيوم بالنسبه لك اهو، ده اكيد مش تيتانيوم بالنسبه لك. طب تعالى كده بص على النيكل. تعالى كده بص على مين؟ بص على النيكل يا دكتور لو سمحت. لو قلت لك النيكل بيستخدم في زراعه الاسنان يقول لك لا. طب عامل حفاز؟ يكون مع الكروم؟ ايوه. يكون مع الاسكاندوم سبيكه تدخل في صناعه الطائرات؟ يعني يا فندم النيكل دوت ممكن يا فندم يدخل مع الاسكاندوم في سبيكه تدخل في صناعه الطائرات؟ بص، هو نيكل وزراعه اسنان ومفاصل صناعيه؟ لا تماما، عشان يبقى كلام واضح، لا تماما بالنسبه لك يا دكتور. لكن نيكل يدخل مع الاسكاندوم في سبيكه تدخل في صناعه الطائرات؟ والله لو انا هقول لك عارف ليه؟ يعني هقول لك ليه بقى؟ لان النيكل يا فندم مع الاسكانديوم بالنسبه لك، هو الاسكانديوم بيدخل مع الالومنيوم. السؤال ده مش مظبوط، لان المستوى الرئيسي كي الاول كي ال ام ان او بي كيو، فكي مستوى رئيسي اول حلو عنده اوربيتال واحد، يبقى لازم يكون عندي مفرد قد ايه يا فندم بالنسبه لك؟ عندي مفرد يا فندم بالنسبه لك لازم ولابد يا مستر 2 بالنسبه لك مفرد. 2 مفرد يعني دي 2 او دي 8، يعني اما تيتانيوم يا اما نيكل. لما جيت على التيتانيوم، التيتانيوم اصلا كان قال لك ما عدا بي وجيم، في عندك اختيارين ينفعوا، وما عدا ده كمان التيتانيوم ما دخلش مع الاسكانديوم في حاجه. لكن يا فندم لو خدنا يا فندم مين؟ لو خدنا يا فندم بالنسبه لك الف، لو خدنا الف بالنسبه لك اللي هو يا فندم من نيكل، هتلاقي النيكل يا فندم زراعه الاسنان والمفاصل الصناعيه؟ لا. النيكل عامل حفاز يكون مع الكروم؟ ايوه. سبيكه تقاوم التاكل عند ارتفاع درجه الحراره، عشان كده بيعملوا منها ملفات تسخين. يكون مع الاسكانديوم سبيكه تدخل في صناعه الطيارات؟ طبعا دي رخمه قوي، لا برضه. ولكن لو انا هختار رقم الف. بس السؤال فيه غلطه، السؤال مش مظبوط، السؤال محتاج يتظبط، السؤال مش مظبوط. بس لو جات لي في امتحان هي الف، لان طبعا النيكل استحاله في زراعه الاسنان والمفاصل الصناعيه. ازاي اصلا؟ قلت لك لازم اختار ماده ما بتعملش يا فندم بالنسبه لك الجسم لا يلفظه بالنسبه لك. امين. فالاجابه اكيد رقم الف بالنسبه لك. تعالى يا دكتور ما عدا الف. امين. وطبعا دي برده مش مظبوطه، السؤال كله مش مظبوط يا جماعه. السؤال 79 ده محتاج يتظبط عشان يبقى الكلام واضح. سؤال 80. عنصران انتقاليان يا فندم A و B من السلسله الانتقاليه مين؟ الاولى بالنسبه لك. العنصر A يا مستر، العنصر مين؟ A عدد ذري X، والعنصر B عدد ذري X زائد 8. حلو. A X و B X زائد 8. فإن العنصر A بيقول لك الاثنين انتقاليين. لحظه كده، هو 21 زائد 8 كام؟ 29. طب لو قلت لك يا فندم تخيل 22 زائد 8 30، ما ينفعش، لان ال 30 ده خرصين وده اخرك نحاس. بس خلاص احنا عرفنا عنصر مين. لازم يكون يا مستر اسكانديوم، ومين يا فندم؟ اسكانديوم ونحاس. فان العنصر ايه اللي هو يا فندم مين؟ اللي هو احنا قلنا يا فندم بالنسبه لك ما دوت اهو، دوت كده اكس زائد 8، ودوت يا مستر الاكس بس، يبقى ده اسكانديوم، يبقى لازم يكون بيستخدم في مصابيح ابخره الزئبق.
اولا ما ينفعش غير الاحتمال ده، ليه؟ لان هو قال لك عنصران انتقاليين، فما ينفعش يكون غير اسكانديوم ونحاس، عشان اضمن اسكانديوم 21 ونحاس ده اخر عنصر انتقالي في السلسله 29، فلازم يبقى الاكس 21 وال 29 اكس زائد كام؟ 8، يبقى ده مثل مصابيح ابخره مين؟ الزئبق اللي هو الاسكانديوم، لان هو بيكلمك على عنصر ايه، والعنصر ايه اللي هو كان عنصر اكس اللي هو كام؟ 21 بالنسبه لك. امين. وده كان اخر سؤال النهارده يا فندم في الجزئيه دي. السؤال ده حلو قوي، لكن سؤال 79 محتاج يتظبط اكتر من كده. طبعا يا فندم بالنسبه لك الحمد لله احنا كده حلينا تقريبا على معظم اللي احنا خدناه، احنا بس لسه ما حليناش على الخواص العامه اللي هي الحجم الذري والخواص الفلزيه بالنسبه لك، وعندك والنشاط الفلزي، ودول طبعا سهلين جدا. ان شاء الله لما نكمل الخواص العامه يا دكتور بالنسبه لك هنبدا برضو نحل عليهم على طول ان شاء الله. هخلص الحصه الجايه في محاضره الشرح الخواص العامه، الحصه اللي بعدها حصه حل على الخواص العامه ان شاء الله يا فندم باذنك انت يا رب. ويا رب يا رب يا رب ما تكونش انت بتراكم، صدقني حصص سهله، انا عامل لك حصص بسيطه، حصص ما فيهاش يا فندم كلام كتير، حصص يا دكتور بالنسبه لك موزونه عشان خاطر انت تعرف تنظم وقتك ودنيتك يا دكتور. احنا يا فندم في بنا بنشتغل محاضرتين في الاسبوع، المحاضره بتصفصف على ساعتين الا تلت، ساعة ونص يا فندم، ساعتين ربع. طبعا بالنسبة لك في المنصة بيكون الوقت ضيق، لكن طبعا هم في السنتر بياخدوا ساعتين كل حصة، ساعتين كل حصة، شغل كامل متكامل. طبعا بتلقى النقاشات والأسئلة، وأنا طالب منك بقى ابدأ اسأل يا حبيب قلبي في كل كلمة، هتلاقي أنا برد عليك شخصيا صدقني في بعض الأسئلة، لكن طبعا برضو في تيم الدعم العلمي هيبدأ برضو يرد عليك، أكيد هيساعد معايا لأن الضغط كبير جدا على المنصة. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد إن شاء الله. امين. هتوحشوني جدا يا فندم ان شاء الله، وان شاء الله يا فندم ميعادنا باذنك انت رب في الحصه الجايه او المحاضره الجايه ان شاء الله يا فندم هنبدا نكمل الخواص العامه لعناصر السلسله الانتقاليه الاولى. ما تراكمش، واوعى تنسى ان البطل بيحبكم، ان البطل واحد بس. هتوحشوني جدا يا فندم، مع السلامه.